طيب انت بقى دلوقتي وانت بتبدأ برمجة لازم لازم لازم، يعني نصيحة مني، حاول ان انت تمشي الطريق صح وما تستعجلش. انت دلوقتي لسه متخرج من ثانوية عامة. طب انا متخرج من ثانوية عامة دلوقتي، هل ان انا الصح مثلا ممكن تسمع حد يقول لك ايه، خد كورس الفرونت اند دوت وروح اشتغل عشان تبقى فرونت اند ديفلوبر، خد كورس الباك اند دوت عشان تبقى. انت مش محتاج تعمل ده تماما، مش محتاج تعمل ده دلوقتي خالص. انت اللي محتاجه دلوقتي طول ما انت لسه في البدايه، امشي الطريق بتاعك صح، لان مشي الطريق بتاعك صح بيفرق كتير جدا. زي ما بقول لك كده، لما تخلص الطريق الاساسي بتاعك. في ناس بتيجي تعمل معانا انترفيوهات، يقول لك انا راجل بعمل، انا فول ستاك ديفلوبر. تمام، كلام جميل. انت فول ستاك ديفلوبر، بتبدا تديله مساله واحده بروبلم سولفنج، تديها له تقول له خد حل المساله دي. انا خرجتك دلوقتي بره فكره التول اللي انت بتعرف تبني بيها ابلكيشن. انا دلوقتي عايز اعرف، انت راجل مهندس جاي لي، مهندس برمجيات جاي تشتغل. انت مش هتشتغل نقاش، يعني مش هتاخد حاجه، يعني مع احترامي طبعا لمهنه النقاشه، بس قصدي انت مش هتاخد حاجه تبقى بتكوبي بيست. انت بتاخد حاجه طول ما هي سيمبل، هي سيمبل وبتتعمل بشكل معتاد وكلنا عارفينه. لكن ده ما بيحصلش، ده اغلبه في اي ابلكيشن هيبقى 50 60%. طب ال 40% اللي احنا بنقف فيهم، نفكر احنا هناخد انهي طريق نمشي فيه. هنفكر ازاي؟ بنحتاج نفكر هنمشي في انهي طريق بناء على ان انا مشغل دماغي ومعلم نفسي ان انا اشغل دماغي على طريقه حل المشكلات. وهي دي النقطه اللي بتقابل ناس كتير قوي بتخش المجال ده. ونصيحه مني، اوعى تقعوا فيها. البروبلم سولفنج من اهميه الشغل بتاعك وانت شغال على اي تراك انت هتخش فيه. فانا دلوقتي لو هنيجي نقسم الموضوع، خلينا نقسمه كده سلمتين. في سلمه كده لازم تقف عندها وتقول انا محتاج اتاسس بشكل صح، اللي هي الاساسيات. تعال بقى نقف عند النقطه دي شويه. يبقى اول حاجه انت بتقف عندها، انت دلوقتي في المرحله بتاعتك وانت ناوي تتعلم برمجه، السلمه بتاعتك دي عباره عن خطوتين. هم خطوتين ما لهمش تالت. هتعلم اساسيات، وبعد ما اتعلم اساسيات اروح اختار التخصص اللي انا عايز اخش فيه. اروح اختار التخصص، وانا بعد ما اتعلم اساسيات وقبل ما اروح للتخصص، انا بعد نقطه معينه هنا من وانا لسه في البدايه هبدا اشتغل على طول، يعتبر بروبلم سولفنج. والبروبلم سولفنج ده بقى اعتبره مكمل معاك هنا وهنا. ده حاجه كده، عارف انت بسم الله الرحمن الرحيم يوميا على الله شغال بيها. يعني زي ما قلت لك كده، هي دي الجاب اللي حاليا فعلا موجوده في السوق بشكل كبير. انت ممكن تعمل 50 و60 انترفيو، واحد بيعرف يشتغل ويعمل ابلكيشن، ما عنديش، مش هقول لك لا لا، بيعرف يشتغل ويعمل ابلكيشن. لكن اديله مساله واحده محتاجه تفكير، بيقف قدامها ويستك ويبقى فعلا مش عارف يفكر. فانت اصلا بيبقى عايز تديله النصيحه بتاعت، يعني طب انت، ما انت كويس في يعني انت كويس في الفرونت اند وبتعمل شغل كويس، او في الباك اند وبتعمل شغل كويس، انت ليه مهاره البروبلم سولفنج ومهاره ان انت تعتبر نفسك اصلا انت فعلا. احنا في الاساس سواء انتوا هندسه او حاسبات، انت مهندس ده الدور الاساسي بتاعه ان هو يحل مشكلات. يعني انت مهندس ايا كان تخصصك ايه. انت لو مهندس شغال في الكهرباء ديستريبيوشن في موقع، ما معلش المشرف والعامل بيعرف يعمل الحاجه اللي هي كلنا عارفينها، هوصل السلك مثلا كده وهطلع بيه كده واحطه في الفيشه. كل ده الناس كلها بتعرف تعمله. طب انت دورك كمهندس بقى اللي يخليك بتاخد مرتب اعلى من الناس دي ايه هو؟ ان الناس دي اول ما بتستق، اول ما بتقف في حته في النص، احنا مش عارفين نعمل ايه. ليه؟ لان هي خرجت بره المعتاد. بيجروا على مين؟ يا باشمهندس احنا مش عارفين نعمل ده، هنعمل ايه؟ هو بقى عشان ده راجل بيفكر، الاساس رقم واحد ان هو بيفكر ان هي مش واحد زائد واحد بيساوي اتنين. ان لو واحد زائد واحد بيساوي اتنين، معلش كانت الناس كلها عملتها وما كانش بقى في اي اختلاف في الرواتب وبقينا كلنا زي بعض ولا هنميز حد عن حد. الفكره ان انت قادر تفكر. فدي النصيحه اللي انا بنصحها لكم من دلوقتي، ويمكن اهم نصيحه ممكن تطلعوا بيها بالسيشن ده. اللي منكم هيكمل في تراك البرمجه لازم يبقى عارف ان البروبلم سولفنج دي يعني اهميتها من اهميه اي حاجه تانية هنبدا نتكلم عليها دلوقتي، ويمكن هي اهم نقطه فيهم. طيب انا بقى دلوقتي عشان اتاسس صح، ايه اللي انا ببقى محتاج اعمله؟ زي ما قلنا كده، اول خطوه تدور على الاساسيات. اللي هتلاقيه بيقول لك او اللي انت هتتعرض له يقول لك خش في مكان فلاني في الحته الفلانيه بيعمل كورس باك اند هيخرجك طب مش محتاج حاجه تاني. نصيحه مني، اعتبرني زي اخوك كبير. ان انت لو عملت كده انت للاسف بتضر نفسك مش بتفيد نفسك، وانت دلوقتي مش مستعجل على حاجه. يعني انا النقطه دي ببقى شايفها نقطه مقبوله
لو في حد مثلا متخرج ومستعجل عايز يشتغل، ماشي، انت عملت حاجه غلط وهتضرك، وممكن ما تعرفش توصل لشركات كبيره تشتغل فيها، لان اي شركه كبيره دلوقتي قبل اصلا ما بتوصل لمرحله الانترفيو بتبعت لك امتحان بروبلم سولفنج تحله قبل ما توصل لمرحله الانترفيو، فانت ده اصلا ما مرنتش نفسك عليه وما بتعرفش تعمله. طب انا دلوقتي لو انا استعجلت، يبقى انت هتضطر ان انت تشتغل، ولا انت تشتغل طبعا، مش بنقول ان انت مش هتشتغل، بس في الاخر هتفضل برضه في كاتيجوري شركات صغيره وبتعمل سوليوشن صغيره. لو حبيت تكبر هتلاقي نفسك محتاج وانت بقى شغال تروح تذاكر الاساسيات وتراجعها كويس عشان فعلا تبقى متاسس صح. طيب خلينا بقى نتكلم على الاساسيات. انا عشان اتعلم اساسيات اصلا، هي اساسيات البرمجه؟ خلينا نبدا كده باول حاجه. انت محتاج اصلا تعرف كل حاجه عن الكمبيوتر. دي اساسيات البرمجه. اصل في الاخر هو انت بتبرمج على ايه؟ على الكمبيوتر. يعني انا لو مش فاهم السي بي يو بيتكلم مع الرامات ازاي، وبيخزن البيانات بتاعتي ازاي، وبيرد ازاي، انا اصلا هبقى، لو مش فاهم الكومبايلر طريقه عمله عامله ازاي، يبقى انا اصلا هكتب كود البرفورمانس بتاعه عالي على انهي اساس؟ انا اصلا مش فاهم الميموري، يعني مش فاهم الكوميونيكيشن ما بين الكمبيوتر اللي انا شغال عليه دي بتحصل ازاي. انا مش فاهم الكمبيوتر اركتكتشر بقى، يعني انا اصلا مش فاهم الكمبيوتر اصلا شغال ازاي، يعني ايه الرامات، يعني ايه الفرق ما بين الرام والروم، يعني انا ايه الفرق ما بين السي بي يو بتاعي بيكلم الحته دي في الميموري اسرع، مش بيكلم الميموري كلها بنفس السرعه. فلما يكون عندي متغير هعمله في البرنامج بتاعي واروح احطه في الحته دي في الميموري، يبقى انا عارف انه هيوصل لها بشكل اسرع. انا هعرف الكلام ده منين وانا اصلا مش فاهم كمبيوتر اركتكتشر؟ يبقى انا محتاج افهم الكمبيوتر اركتكتشر عشان اصلا اقدر بعد كده ابني على دوت شغل ان انا هبرمج على الكمبيوتر اركتكتشر ده. فانت اول نقطه بالنسبه لك وانت بتتاسس محتاج تفهم الكمبيوتر اركتكتشر بشكل كويس جدا، وازاي الكوميونيكيشن ده بيحصل على مستوى الكمبيوتر. لما انت تكتب برنامج، في الاول والاخر مين اللي بينفذه؟ هو السي بي يو. طب بينفذه عن طريق مين؟ شويه الادوات اللي حواليه، الرامات بقى ولو انت عندك بقى مثلا حاجه هتخزنها في حته معينه في الرامات وفي الميموري عشان خاطر يتعامل معاها بشكل اسرع. كل الاركتكتشر ده بيبدا ان هو يفهمك انت بتتعامل ازاي. يعني مثلا يعني سؤال مثلا، كان حد لسه بيعمل معايا انترفيو من اسبوعين تقريبا، وبساله هو اصلا ايه الفرق ما بين الكمبيوتر لما احنا بنقول احنا عندنا كمبيوتر 64 بت وكنا زمان 32 بت، هو ال 64 بت و 32 بت دول بيمثلوا ايه؟ يعني المفروض ان ده حد مثلا يعني جاي على وظيفه سينيور فرونت اند ديفلوبر. فلقيت ان ده يعني ده كونسبت يعتبر، دي انت ممكن تكون اول حاجه مريت بيها. هو بالنسبه له الاثنين ما كانش عارف الفرق، ان انا اقول انا عندي كمبيوتر 32 بت وانا عندي كمبيوتر 64 بت، ده هيفرق في ايه؟ تعالى بقى اقول لك تاني نقطه لاهميه الكمبيوتر اركتكتشر، ان انت تبقى فاهم الكمبيوتر اركتكتشر عامل ازاي والمعماريه بتاعت بناء الكمبيوتر عامله ازاي. انت دلوقتي لما تشتغل في اي شركه سوفت وير، احنا بنيجي نببلش او نطلع الابلكيشن بتاعنا دوت على سيرفر او على حاجه عشان يبقى متشاف على مستوى الناس كلها. انت دلوقتي وانت راجل مش فاهم السيرفرات ومش فاهم الكمبيوتر، انت بيبقى مطلوب منك في الشركه من التيم بتاع الاي تي، يقول لك يا باشمهندس بعد اذنك قول لنا مواصفات السيرفر اللي انت عايزه عشان تطلع عليه الابلكيشن بتاعك. طب انا بحط المواصفات دي على انهي اساس؟ انا بقى دلوقتي انا الديفلوبر اللي عامل الابلكيشن بتاعي وعارف الداتابيز عامله ازاي وحجم الداتا اللي هخزنها عامله ازاي، فانا بالتالي بطلب مواصفات عشان احافظ على البرفورمانس بتاع الابلكيشن بتاعي. وما ينفعش اقول ايه انا هاخد في كل المواصفات هاخد احسن حاجه، يبقى انت كده اصلا ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه. فدي اول نقطه بقول لك عليها، ان انت لازم بتتاسس في الكمبيوتر اركتكتشر بشكل كويس عشان تفهم الكمبيوتر بيتعامل ازاي مع بعضه قبل ما انت اصلا تبقى ديفلوبر بتكتب عليه كود. تمام؟ طيب تاني خطوه في الاساسيات ان انت تروح تتعلم بقى لغه برمجه. يعني ايه بقى اتعلم لغه برمجه؟ انا دلوقتي في الاول والاخر هحتاج ان انا اكتب اوامر على الكمبيوتر، فمحتاج اروح اشوف لغه اكتب بيها الاوامر دي. وبنقول بقى على السي بلس بلس، حتى كليات حاسبات ما بتدرسش للناس بايثون اول سنتين في كليه حاسبات، هتلاقي نفسك بتدرس يا سي يا سي بلس بلس. ليه؟ ليه هدرس يا سي يا سي بلس بلس؟ عشان حاجه واحده بس، عشان دول اقرب لغتين
هيفهموك الميموري. فانت كل سطر كود هتكتبه انت كديفلوبر شايف الميموري عامله ازاي، وشايف الكود في الميموري عامل ازاي، يعني مفيش اي حاجه مخفيه عنك. كل اللغات، يعني مثلا اللي منكم يكون اشتغل بايثون قبل كده، البايثون مثلا انت بتستخدم فانكشن على طول اسمها سورت مثلا عشان ترتب حاجه معينه. الفانكشن اسمها سورت دي انت بتستخدمها وانت ما تعرفش اي حاجه في الدنيا عنها، انت تعرف ان البايثون في فانكشن اسمها سورت بس. طب الفانكشن اسمها سورت دي بقى بتعمل ايه؟ شغاله ازاي؟ تاثيرها على الميموري عامل ازاي؟ بتكلم السي بي يو والميموري بتاعتي ازاي؟ كل دوت انت ما بتبقاش عارف. فاحنا بتدرس سي بلس بلس، وانا دايما احبذ اللي يبتدي يتعلم برمجه يدرس سي بلس بلس، لان هي هتبقى انت بعينك شايف الميموري وشايف السي بي يو بيتكلم الميموري ازاي وبيرجع الريزلت ازاي. الكوميونيكيشن دي انت فاهمها وشفتها، فانت بعد ما فهمت كمبيوتر اركتكتشر وفهمت بروجرامنج لانجويج بتتعامل ازاي مع الميموري، فعارف انت كأن الصوره انت بتبني صوره فعلا خطوه خطوه كده عشان ترسم برواز كامل فعلا. واحد يقول لك مثلا ايه، انت لسه بتتعلم برمجه روح اتعلم بايثون، ما عنديش مشاكل وما بختلفش مع الناس دي، بس انت بتبقى فايتك حته بقى. طب انا كده كده هتعلم، وهو الموضوع مش اختراع، يعني في الاول والاخر علم محتاج اتعلمه صح عشان اقدر ابقى ديفلوبر او مبرمج صح، الاقي وظيفه وشغل محترم. فانا لسه كده كده بتعلم، ايه اللي يخليني اتسرع واروح للغه زي البايثون تبقى كل حاجه بالنسبه لي مبهمه؟ انا عايز ترتب اعمل كذا، طب انا بقى عايز اعرف اللي ورا الكواليس عامل ازاي، الميموري عامله ازاي، اللي انا بقوله ده بيتخزن ازاي، الميموري دي متقسمه حاجه اسمها ستاك وهيب، الكوميونيكيشن دي بتحصل ازاي وانت بتتعلم بايثون، انت الكلام ده كله اختفى عنك. فدايما برضو تبقى نصيحتي تاسس وانت بتتعلم اساسيات البرمجه، روح اتعلم سي بلس بلس. ليه مش سي برضو؟ عشان النقطه الثانيه بقى ان انا بعد ما بتعلم، انت بتتعلم في اللغه ايه؟ شويه الحاجات الاساسيه، بتروح تتعلم بقى الفاريبلز، بتتعلم داتا تايبس، بتتعلم الكونديشنز، وبتتعلم اللوب، وبتتعامل مع الاري والسترنج والفانكشنز، ولو انت هتتعلم الاستراكت. فبنعتبر ان هم دول شويه التوبكس اللي يعتبروا اساسيات البرمجه. ولحد النقطه دي كل اللغات، لحد النقطه دي كل لغات البرمجه الكلام دوت فيهم كله شبه بعض، كله شبه بعض. يعني انت لو اتعلمت الحاجات دي بالسي بلس بلس وقررت ان انت مثلا تشتغل سي شارب، نفس الكلام بالظبط، يكاد يكون اختلاف السنتكس يعني امور طفيفه عن بعضها. سي بلس بلس مثلا عشان تطبع اسمها سي اوت، الجافا سكريبت اسمها كونسول دوت لوج. يعني يعني انا قصدي عايز اوصل لك ان الاختلافات بتكون طفيفه جدا ما بين الاثنين لدرجه تكون معدومه وانت بتتعلم ده. بس ايه الميزه بتاعت السي بلس بلس؟ زي ما قلنا كده تاني، انا راجل اتاسست في الكمبيوتر اركتكتشر بشكل كويس جدا، فلما اجي انا اقول لك تعالى بقى كل سطر كود بتكتبه في السي بلس بلس هتعرف شكله عامل ازاي في الميموري والسي بي يو بينفذه ازاي بالظبط. خلاص انت كده زي ما بقول لك بتبني صوره فعلا مظبوطه بالشكل الصحيح. طيب ليه سي بلس بلس بقى ومش سي؟ السي برضو اقرب لغه للهاردوير، اقرب لغه للامبيدد سيستم. اللي منكم هيكمل هاردوير واللي منكم مثلا هيخش في حاجات ليها علاقه بالروبوت والروبوتكس والكلام ده كله هيشتغل سي. السي اقرب للهاردوير وبتتعامل مع الهاردوير زيها زي السي بلس بلس، بس السي فيها عيب بسيط. احنا بالنسبه لنا بقى في تراك السوفت وير، عشان انا عايز اكمل ابقى ويب او موبايل او داتا اناليسيز او اي ايا كان التراك اللي انا هكمله، فالشغل دوت مبني على حاجه اسمها الاو او بي. الاو او بي اختصار اوبجكت اورينتد بروجرامينج. خلينا نقف هنا شويه. انا بس في حاجه في اللي فاتت، حد عايز يسال في حاجه او يستفسر عن حاجه ولا الدنيا تمام مع الناس؟ عشان بس ما بقاش انا يعني لو في حد عايز يسال في حاجه في الحاجه اللي فاتت مش واصله له قوي او عايز يعني ان انا اعيدها معاه تاني يقول لي ونعيدها مع بعض تاني، ولا الدنيا تمام معاكم انتوا معايا؟ طيب ايوه تمام. تمام. تمام يا رونو، ماشي. الناس لو معايا كده تعمل لايك او يعني تعمل اي انديكيتور كده عرفني ان انتوا معايا يعني. تمام يا عمرو، تمام يا محمد، ماشي يا جماعه تمام. طيب تعالى احنا في الخطوه الثانيه بنقول او او بي. الاو او بي بكل بساطه
احنا دلوقتي بقت يعني خليني اقول لكم حاجه كده، نرجع خطوتين لورا وقبل ما نوصل للاو بي عشان برضه يوصل لكم بالشكل المطلوب. يعني زمان اول ما جينا الناس تشتغل في البرمجه كانت شغاله اسمبلي. اسمبلي دوت الراجل ده كان بيشتغل ازاي؟ الراجل ده كان بيبقى معاه داتا شيت محترمه فيها عنوان كل مكان في الميموري عامل ازاي، وهو عشان يكتب كود بيكتب اوامر اللي هو كانه بيقول في الامر روح للعنوان اللي اسمه مثلا 0x000b مش عارف ايه، حط فيه الرقم اللي هو 5. ما كانش بيكتبها 5، كان بيبقى عايز يكتب الخمسه دي برضه بالاصفار الوحايد. لحد ما بقينا ان احنا بنواجه صعوبه قوي عشان نكتب كود بسيط. لو عايز اعمل كود يجمع رقمين بكتب 20 30 سطر كود عشان اجمع رقمين على بعض. فالموضوع كان متعب جدا، وما كناش هنعمل اي تطور زي اللي احنا وصلنا له دلوقتي بقى كاي اي وكامبيدد وكماشين ليرنينج وكويب ابلكيشن بتتعمل دلوقتي في اسرع ما يكون على بلاتفورمز وفريم وركس بتساعدك. ما كناش نقدر نوصل للكلام ده. طب وصلنا للكلام ده بقى ازاي؟ اول ما جه اختراع الكومبايلر قال لك يا عم انت اكتب لغه بسيطه انت تفهمها، اللغه دي اديها الكومبايلر هيترجمها هو للاسمبلي والماشين كود ويشتغل وما انت مالكش دعوه، وانت واكتب لغه انت معتاد او انت تفهم السنتكس بتاعها لانه قريب من لغتك كبني ادم. قريب من لغتك كبني ادم. الاسمبلي دي كانت يعني مش لغه بني ادمين، كانت محتاجه ناس فعلا انت معاك داتا شيت بعنوان كل مكان في الميموري، انت فعلا محتاج تبقى حد خارق عشان تقدر تكتب كود بسيط. فلما جه اختراع الكومبايلر دوت بقت الناس تكتب الكود كله جوه حاجه اسمها المين فانكشن. افتح المين فانكشن بتاعتي اكتب الكود كله تحت بعض. فهنا قام طالع مصطلح لقوا ان هم لما بييجوا يعدلوا على الكود دوت، انا خلي بالك انت كده ماشي مع المشكله مشكله. اول مشكله كانت الاسمبلي دوت صعب في الكتابه. طب خلاص احنا هنعمل لغه سي بقى وسي بلس بلس وسي شارب وجافا، وهنعمل نخترع لغات الدنيا كلها عادي زي ما موجود دلوقتي، وكل لغه ليها كومبايلر هو اللي هيبقى مسؤول عن العك بتاع الاسمبلي والماشين كود ومش عارف ايه والكلام ده كله. حلو حلو. جينا نكتب الكود دوت، فجينا جوه بنكتب كود كله تحت بعض، فلقوا ان الكود دوت عشان يعدلوا عليه بياخدوا وقت طويل جدا. وهنا بقى خليني اقول لك معلومه من وانت لسه بتبتدي كده ان شاء الله، اغلى وقت هو وقت الديفلوبر. وبالنسبه لي انت دلوقتي ديفلوبر شغال زي ما قلت لك كده، انتوا يعني انا بس عايزك تبقى متخيل ان الابلكيشن الشركه ممكن تعمله وتبيعه لشركه ثانيه مثلا بملايين. انت كديفلوبر انت ومجموعه من زمايلك، هنقول 4 5 ديبارتمنت السوفت وير في شركه بتعمل ابلكيشنز، شركتك بتبيعها لشركه ثانيه بملايين. يعني بملايين دي مش مبالغه، بملايين حرفيا. فتخيل بقى انت دلوقتي بالنسبه لصاحب الشركه، لو انت وقت ان انت بتعدل مشكله حصلت في الكود، هنا بيقابلنا مشكلتين. اول مشكله ان انا عشان اعدل في الكود، انا وقت حضرتك كديفلوبر غالي جدا بالنسبه لي. فانا الوقت ده كده احنا رامينه على الارض عشان انت بتعدل في كود اوريدي كان معمول قبل كده وفي مشكله. فكل ما الوقت ده قل، كل ما حضرتك كده البرودكتيفيتي بتاعتك هتبقى عاليه وانا كشركه هبقى مستفاده. دي اول نقطه. تاني نقطه، العقود اللي بتتعمل ما بين الشركات بيبقى فيها حاجه اسمها اس ال اي. انا دلوقتي هديك ملايين ما عنديش مشاكل والبرودكت او الابلكيشن اللي انت عامله دوت انا هاخد فيه منك ملايين، بس الملايين دي بقى ما تجيش تقول لي الابلكيشن هيقع يومين. مش هقبل بحاجه زي كده. هتبقى انت كشركه مطلوب تدفع شرط جزائي للشركه اللي انت متعاقد معاها. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر. هنا بقى طلع مصطلح البارادايمز. احنا بنحاول نكتب كود نظيف ومنظم وحلو وجميل على قد ما نقدر، مش عشان حاجه، عشان ان احنا نقلل وقت المينتيننس او وقت ان الكود بتاعنا ده واقع. عشان حضرتك الدقيقه بتاعتك غاليه جدا على الشركه، ايا كان مرتبك كام غاليه، عشان انت البرودكتيفيتي بتاعتك دلوقتي مش موجوده. بالنسبه لي ديفلوبر قاعد بيعمل برودكت جديد هبيعه بملايين، ده بالنسبه لي افضل مليون مره من ان ديفلوبر قاعد بيحل مشكله في ابلكيشن قديم. فمن هنا بقى ظهر كونسبت ان احنا بنحاول نحسن في الكود. لما جينا هنا كنا بنكتب كله في المين فانكشن، قال لك ده سباكيتي كود. ليه سباكيتي كود؟ انت عمال تعيد نفس الحاجات اللي انت بتكتبها تكتبها فوق، ولما تعوز تستخدمها ترجع تكتبها تحت تاني. والكود بتاعنا لقيناه
بقى مليون سطر، واحنا مش عارفين نديبج ولا نتريس اي حاجه، الدنيا تاهت مننا. اه عندك حق. فعملنا حاجه اسمها البروسيجر او الفانكشنال بروجرامينج. لا انا كل فانكشن عايزها خليني اكتبها في فايل لوحدها او في حته لوحدها، ولما عاوزها ارجع انده عليها او ارجع استخدمها او الكلام ده كله. فلقينا ان الموضوع بقى منظم شويه، لحد ما الفانكشن بروجرامينج دي ظهر فيها مشاكل بتخلينا ان كل الفانكشن تقدر تبقى شايفه الداتا كلها. فلما يحصل عندي مشكله لقينا نفسنا بناخد وقت طويل برضو عشان خاطر نعمل ايه؟ عشان خاطر نوصل ان مين الفانكشن اللي عملت المشكله. عارف كده كأن حطيت قدامكم طبق فيه فاكهه وانتوا 5، فانا دلوقتي جيت لقيت الطبق فاضي، محتاج ان انا اسال كل واحد فيكم هو انت اكلت ولا ما اكلتش؟ ما هو ممكن معيش واحد فيكم يبقى كل ال5 والاربعه الباقيين ما حدش كل حاجه، بس انا محتاج اعدي عليكم واحد واحد. هو انت اكلت؟ اه انا اكلت. انت اكلت؟ اه انا اكلت. انت اكلت؟ اه انا اكلت. لازم اسال ال5. طب ال5 دول لو بقوا 100 وقدام نفس الطبق محتاج اسال ال100 برضه. وهو ده الفكره بتاعت البروسيجر او الفانكشن بروجرامينج. كنا بنكتب كود، وهتلاقي نفسك بقى بتكتب كود فانكشن بروجرامينج وانت بتاكسس على اري او بتاكسس على داتا بيز او ايا كان انت بتاكسس على داتا فين، بس كل الفانكشن اللي عندي في السيستم شايفه كل الداتا. فقال لك دي مشكله اكبر، لما بتحصل مشكله على الداتا ما بنبقاش عارفين المشكله جايه منين. فقمنا متطورين ورايحين لمين؟ ورايحين للاو بي. هنا بقى خليني اقول لك برضو ملحوظه تساعدك. عشان كده بقول لك ما تحاولش تنط خطوات. ليه؟ لو انت فعلا، لو انت بقى بايدك النقط اللي انا بقولها دي انت عملتها بايدك، يعني كتبت سباكيتي كود اول ما جيت تتعلم ولقيت في عك كتير مع اول مشكله في ابلكيشن حقيقي انت بتعمله، فاول ما انا اجي اقول لك طب تعالى بقى نطلع خطوه وندرس فانكشنال بروجرامينج، اول ما انت تيجي تدرس الفانكشن بروجرامينج هتحس اللي هو انت بنفسك اللي هتحس الكلام دوت. هي دي الميزه اللي بقولها لكم. طالما هتبتدي تتعلم خد الخطوات صح، عشان انت هتبقى قوي في ان انت جربتها بايدك، ما سمعتش كلام، انت قعدت معايا انا قلت لك الكلمتين دول. لكن لو انت ما جربتش بايدك، لو انت ما تعكتش فيها بايدك، انت مش مؤمن بيها قوي. لكن عارف انت وانت في بدايه التعلم بتاعك خدت شويه ابلكيشن وشغال وبتعمل حاجات بالسباكيتي كود، لقيت نفسك عمال تكتب فول لوب او تكتب امر معين في الكود فوق وتحت وتحت، وتيجي ترجع للكود بتاعك تنسى انت كنت كاتب ايه، فتلاقي نفسك مريت بالمشاكل دي. اجي اقول لك تعالى بقى خش خد الفانكشن بروجرامينج، تقول لي اه ايه ده؟ ده فعلا ده فرق كتير، انت هتحس بالفرق ده. تعالى بقى اقوم انا حاطك قدام مشكله في الفانكشن بروجرامينج اعكك فيها، وتلاقي نفسك بتلف حوالين نفسك، فتدرك اهميه الاو بي. وهو ده الفرق. خليني بس اقول لكم حاجه، ده الفرق بين ان انت بتدور تتاسس صح. اصل معنى ان انا اتاسس ان انا مش بعرف الحاجات دي، الحاجات دي انت معلش ممكن تعرفها كلها في شهر. اعرفها كلها في شهر، اه تبقى عارفها كلها في شهر، بس انت عارفها كلها معلش ومع احترامي وضعيف فيها برضه. فما تستعجلش تتاسس. ليه ضعيف فيها؟ ما انا ما جربتش بايدي وما كتبتش كود وما طبقتش وما اتعكدتش في المشاكل الناس بتتكلم فيها دي، فانا مش حاسس بالفرق. جيت في الاو بي اتعلمت السنتكس بتاعه واتعلمت هو عباره عن ايه وبيعالج ايه، بس انا ما كتبتش او بي بايدي وما عملتش ابلكيشنز بايدي. اعرف ان انت كده ما اتعلمتش حاجه. عارف السنتكس؟ اه عارف السنتكس. اجي اقول لك السي بلس بلس اللوب عامله ازاي، تقول لي اللوب عامله بالشكل الفلاني، الكونديشن مش عارف ايه، الاري، كل الكلام ده بالنسبه لك تمام، لكن انت ما طبقتش بايدك يبقى انت ما اتعلمتش حاجه. فنصيحتي دور طول الوقت انك تعمل ده. الاو بي ادانا بقى كونسبت اللي انا بقول لكم عليه بقى، ان احنا يعتبر كل حاجه بالنسبه لنا، كل حاجه بالنسبه لنا بقت اوبجكت منفصل، بنقدر ان احنا نحمي الداتا ونحمي الميثودز بتاعتنا جواه. وبدا يدينا شويه فيتشرز ما كانتش موجوده في الفانكشن عشان يعالج الفانكشنال بروجرامينج. طيب بعد الاو بي بقى، الاو بي بقى كل الشغل او بي، كل الشغل بتاعنا بقى او بي. يعني احنا دلوقتي هنعمل ويب ابلكيشن، هتتخصص تبقى ويب هتشتغل او بي، هتشتغل موبايل هتشتغل او بي، هتروح لاي تراك برمجه هتشتغل او بي. فانت الاو بي دلوقتي ده لازم، هي دي بقى النقطه بقى عليه، تتعلمه، ومش بس تتعلمه، تتعلمه صح وتبقى فاهم كل نقطه هتاخدها فيه النقطه دي بتمثل ايه او بتعبر عن ايه. طيب بعد الاو بي محتاج ان انت تروح تتعلم
حاجه اسمها داتا ستراكشر والجوريزمز بقى. خليني اقول لكم حاجه بس، انت قبل الاو بي المفروض من هنا تبدا تبقى البروبلم سولفنج دي معاك كل يوم. يعني انا بعد ما خدت الكمبيوتر اركتكتشر، بعد ما اتعلمت بيزك السي بلس بلس بالحاجات الاوامر بتاعتي دي، من هنا يوميا على الله لازم اكون عارف انت كده عاده. زي مثلا انت مثلا بتصحى من النوم تشرب قهوه، بتبتدي يومك بقهوه، بتبتدي يومك انت مثلا بتتوضى وتصلي، بتبتدي يومك بشكل ما. يبقى انا في يومي في جدولي ان انا بحل مساله بروبلم سولفنج على بقى مواقع بروبلم سولفنج بقى، هاكر رانك بقى، ليت كود، كود فورس، ايا كان هحل فيه. هجيب شيتات، يعني شيتات الجامعات دلوقتي موجوده، شيت اسيوط، شيت هندسه، شيت حاسبات. يعني في شيتات على النت دلوقتي لمسائل بروبلم سولفنج من ايزي لديفيكالت الهارد، وده موجود معاك ان انت تبدا تحل بيه. ايا كان بتحل فين، ما تتوهش كتير، اهم حاجه تبقى بتحل، اهم حاجه تبقى بتحل. بعد كده الاو بي بنيجي بقى للداتا ستراكشر والالجوريزم. انت هنا بتدرس ايه في الداتا ستراكشر والالجوريزمز دي، او ايه الغرض اصلا من دراستك ليهم؟ انت دلوقتي في الابلكيشنز الكبيره، يعني تخيل مثلا انت بتعمل السيرش انجن اللي موجود لفودافون. يعني ايه بعمل السيرش انجن الموجود لفودافون؟ يعني انت دلوقتي فودافون دي عايز ان هي تبدا تبقى بتسرش على العملاء بتاعتها في ابلكيشن اللي هتبعت لهم مثلا عروض طبقا لعدد تكرار مرات الشحن بتاعتهم والكلام ده كله. يعني انت مثلا لو انت في الفئه اللي بتشحن مثلا كل شهر ب 100 جنيه، فهنبعت لك فئه عروض معينه. لكن لو انت من الفئه اللي بتشحن مثلا بمليون جنيه، سوري، مثلا ب 1000 او 2000 جنيه، هتبقى بنديك. لو انت من الفئه اللي بتشحن باكتر من كده، يعني هنقسم الفئات عندنا بناء على الفلوس اللي بتشحن بيها كل شهر. فده تاسك في ابلكيشن انت بتعمله هنا بقى، ده اللي انا بقول لكم عليه. انت هنا دلوقتي دي انت كده بتعمل حاجه اب نورمال. انت لو انت ما عندكش الكونسبت بتاع داتا ستراكشر والالجوريزم، هتعمل السيرشنج ده ازاي؟ هتعمل السيرشنج ده كده مع احترامي، مثلا انت ايه، لو انت عندك 10 عملاء في فودافون، هتلف على كل عميل رقم واحد تشوف الشحنه بتاعته قد ايه في الشهر اللي فات، فتحطه في كاتيجوري معين، وتلف على الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. فلو انت دلوقتي العملاء بتاعتك دول 10، يبقى انت عملت 10 خطوات في الكود بتاعك. طب لو العملاء دول بقوا 100، هتعمل 100 خطوه. طب العملاء دول بقوا مليون، هعمل مليون خطوه. يبقى انت الكود بتاعك اصلا اللي هو 10، واحنا لسه شركه صغيره وكان عندنا 10 عملاء، كان الكود بتاعك سريع والدنيا تمام و100 100 وانت شغلك مظبوط و100 100. بقوا 100، شغلك برضو 100 100. طب بقوا مليون، شغلك 100 100 بس الابلكيشن بطيء. هي بقى دي الفكره اللي دايما احنا بنقولها. عشان كده لما بنقول اهميه البروبلم سولفنج والالجوريزمز والداتا ستراكشر، ما انا دلوقتي كنت قادر يكون عندي بعد نظر. انا عارف ان ده شركه هتكسباند، فانا لو عملت السيرشنج بالطريقه النورمال العاديه اللي بلف عليهم واحد واحد اساله، لا، يبقى انا كده الشركه دي لما تكبر وتبقى مليون و2 مليون و10 مليون و50 مليون، ولو هتكبر في مثلا في بلاد متفرعه، يعني لو انت بتعمل ابلكيشن بيخدم مثلا على فودافون مصر وفودافون يو كي وبتخدم على اكتر من دوله، طب ما انت معلش، الالجوريزم السيرشنج اللي انت عامله دوت، ده انت كده هنبقى بنسرش على الابلكيشن بتاعك وبنقعد بقى ننام جنبه ساعتين ثلاثه قبل ما يرجع الريزلت. هنا بقى ده بيجي دور الالجوريزمز والداتا ستراكشر. ايه بقى دور الالجوريزمز والداتا ستراكشر؟ انت بتحاول تعمل حاجه في الميموري بشكل ما عشان لما تيجي تسيرش فيها يبقى السيرشنج بتاعك ده اسهل. خليني كده اديكوا هنا كده ايه نبذه عن الداتا ستراكشر والالجوريزمز دي بحاجه كده بسيطه. يعني فرضا ان احنا عندنا شجره بالمنظر ده. لو انا مثلا عندي رقم مثلا 0 10 3 خمسات مثلا، ماشي، هديكوا كده نبذه عن انت تبقى متخيل برضو يعني ايه داتا ستراكشر والالجوريزمز. يعني انا بس برضو لو حد عنده سؤال يا جماعه او حاجه، يعني ايه، وقفني واسال كده في النص. يعني انا ممكن اكون يعني بحاول بس عايز اديكوا يعني في المحاضره دي يعني اكبر كم من الاساسيات وازاي تتحرك بعد كده، عشان انت بس تبقى متخيل، مش بتسمع مصطلحات وخلاص. يعني مش بتسمع اللي هو ايه،
ده لازم اتعلم ده ستراكشر والجوريزم، بس انا دايما ببقى يعني عايزك ان انت وانت تبقى لا انت عارف دول ايه عشان تبقى مدرك اهميتهم، فده هينمي جواك فكره ان انت محتاج فعلا تتعلمهم بشكل قوي. عارف انت لما انت تكون فاهم الحاجه وعارفها، فده بيخليك يعني ايه عندك شغف اكتر انك تتعلمها. يعني زي مثلا يعني عندنا مثلا في الاسلام، يعني في القران، ان انت يعني اكتر الناس بيخشوا ربنا اللي هم اكتر ناس معرفه بيه. طبعا لله المثل الاعلى يعني، بس عايز اوصلكم ان انت فعلا كل ما عرفت عن ربنا كل ما زاد الخوف من ربنا. ليه؟ لان انت بقيت عارف اكتر فبتخاف اكتر. زي مثلا اللي قرا عن الجنه والنار وعذاب القبر، فتلاقيه ممكن يبقى بيخاف اكتر من اللي ما يعرفش حاجه عن الحاجات دي. فهي نفس الفكره طبعا، اللي هي المثل الاعلى يعني، مش بشبه الامثال يعني، بس يعني بحاول اوصل لكم الفكره. نفس الفكره برضو، انت لما تبقى مدرك يعني ايه او بي واهميته وداتا ستراكشر واهميتها، هتبقى مدرك اهميه ان انت فعلا تتعلم دوت، وما تمشيش ورا حد يقول لك اتخصص على طول والكلام ده كله، لان دي للاسف كارثه بتواجه ناس كتير. فانا مثلا فرضا ان ارقام فودافون بالمنظر ده كده ماشي، فلو انا دلوقتي حاطط الارقام دي كلها في لسته في الداتابيز بالمنظر ده، اي رقم يجي لي بحطه في الليسته دي، وهو دوت اول الجوريزم انت هتبقى بتدور بيه، اللي هو ايه؟ انا همسك الرقم ده اشوفه. هنا مثلا فرضا ان احنا في كل خانه من دول بنكتب رقم مثلا، اهو فرضا مثلا إن ده شكل تخزين مثلا ارقام فودافون في الشركه مثلا، اهو فرضا. فانت الرقم بتاعك مثلا اللي انت عايز تسرش عليه اهو. فالطريقه العاديه للسيرش هتعمل ايه؟ هتروح تاخد ده، هو انت بتساوي ده؟ لا. طب بتساوي ده؟ لا. بتساوي ده؟ لا. بتساوي ده؟ لا. بتساوي ده؟ لا. يبقى انت بتساوي ده يبقى انت دلوقتي هتعمل ايه؟ لفيت عليهم واحد واحد عشان توصل ان انت للرقم اللي فعلا بيساوي الرقم اللي انت عايز او بتدور عليه او الكلام ده كله. دي الطريقه العاديه اللينير، اللي هي خطيه، اللي هي مباشره عشان توصل ان انت تسرش على اي رقم في مجموعه ارقام. بس هنا بقى الناس بقى اللي بتبقى اوير اكتر بالداتا ستراكشر والالجوريزمز، لا بيبدا يبقى عندها بقى فكر مختلف. تعالى بقى ايه نعمل، امشي معايا في الايه في المثال اللي انا هقول لك عليه ده. فرضا ان احنا هنعمل شجره بالمنظر ده. حد رافع ايده؟ قول يا احمد اتفضل. انت رافع ايدك تسال حاجه. لو انت عايز تسال حاجه يا احمد انت رافع ايدك فممكن طيب تمام، مش عارف انت كنت رافع بالغلط او حاجه. فرضا ان انت اصلا باني حاجه في الميموري بالشكل ده. بالشكل ده اللي هو ايه؟ انا عندي زيرو، عندي نود تانية فيها واحد، وبعد الواحد دوت عندي نودز من زيرو لحد تسعة، وعندي لاير تحتيه نودز تانية برضو من زيرو لتسعة، لاير تاني من زيرو لتسعة، من زيرو لتسعة. وانا قلت لك سرش على الرقم اللي هو 0 10 0 3 خمسات. فانت بتعمل ايه؟ بتسرش ازاي؟ بتتحرك كده، هتتحرك من النود اللي هي 0 تروح للواحد. هاجي عند نود الواحد ديت، اروح لانهي نود؟ اروح للنود على طول بتاعه الخمسه، او رايح للنود اللي هي من الواحد دوت، اتحرك واروح للنود بتاعه الخمسه، واجي من النود بتاعه الخمسه اشوف الرقم اللي بعديه كام؟ خمسه، او متحرك منه ورايح للخمسه اللي بعديه خمسه، واللي بعديه خمسه، وهكذا. يبقى انا الطريقه العاديه
قبل ما نتعلم داتا ستراكشر والجوريزمز ونعرف ان في حاجه اسمها التري والتراي والهاش تيبلز والداتا سيت في الداتا ستراكشر. كنا بنسرش على الرقم ازاي؟ لو انا عندي مليون رقم في الداتابيز هلف عليهم رقم رقم. دلوقتي انا باخد بالظبط عدد عشان اوصل لاي رقم عندي في السيستم، هاخد عدد الخطوات اللي مكون منها اي رقم. يعني الرقم ده مكون من كام؟ من زيرو، ادي واحد، ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، ست ارقام. يبقى انا عشان اوصل للرقم ده هاخد ست خطوات. يبقى عشان اوصل للرقم ده هاخد ست خطوات. يعني انا في العادي في الطريقه العاديه لو الرقم دوت موجود في الخانه رقم مليون في الاري او في الليست او في الداتابيس بتاعتي، فانا هاخد مليون خطوه عشان اوصل له. لقينا بقى ان لا، في حاجه اسمها داتا ستراكشر والجوريزم، قال لك الرقم بتاعك ده مكون من كام؟ من خمس خطوات، يبقى انت هتاخد خمس خطوات عشان توصل له. طب هعمل ده ازاي؟ بتعمل ده بقى بطريقتين. لما تروح تبني في الميموري حاجه اسمها تري بالشكل ده، انت باني الداتا ستراكشر بتاعتك في الميموري بالشكل ده، نود تحتيها نودز تحتيها نودز، زي فكره الشجره بالظبط. قال لك بقى انت في الحاله دي بتسرش على رقم، بتمسك النود الاولانيه، الرقم اللي بعديها كام؟ واحد، تقوم رايح للنود اللي هي بتاعت الواحد. الرقم اللي بعديها كام؟ خمسه، تروح للنود الخمسه. اللي بعديها كام؟ سته، هتروح للنود الست، سبعه، ثمانيه، لحد ما توصل لاخر الرقم. يبقى انت بتاخد كانك ماشي كده زجزاج، او ماشي بتسلسل. عدد الخطوات بتساوي كام؟ عدد اللاير. بنعتبر كل واحده من دول حاجه اسمها لاير في الداتا ستراكشر. ده كده لاير واحد، ده لاير اثنين، ده لاير ثلاثه، وهكذا. يعني بتفاصيل اكتر انا بحاول انقل لكم بس الصوره ان فكره الداتا ستراكشر والالجوريزمز بتنقل الابلكيشن بتاعك في حته ثانيه خالص. انت كان السيرشنج الجوريزم بتاعي، حتى انت بتيجي تكلم حد تقول له انت السيرش، تيجي انت بقى برضه حتى تكلم احد الديفلوبرز، وانت بتدرس داتا ستراكشر والجوريزمز بتعرف حاجه اسمها الكومبلستي. يعني ايه الكومبلستي؟ انت بتحسب بايدك، تقول لي انا الكود بتاعي دوت هياخد 1 من 10 مايكرو سكند. انت بتحسب ده ازاي؟ ايوه بتحسبه، انت المفروض تعرف تحسبه. بتحسبه ازاي؟ بناء على ان انت كل امر عندك على الكمبيوتر بناء للسي بي يو والهيرتز بتاعك بيتنفذ في تايمنج معين. يبقى الامر بتاعي مثلا على الكمبيوتر بياخد مثلا 1 في 10 اس ماينس 9. ده كده التايمنج اللي بياخده عشان ينفذ او عشان يعمل اكسكيوت لاي عمليه موجوده على الكمبيوتر عموما. فتيجي انت في الابلكيشن بتاعك تقول لي الابلكيشن بتاعي دوت انا بقدر احسب له التايم كومبلستي بتاعته. فاحنا لما بنيجي نتكلم على السيرش بالطريقه اللينير دي، يبقى انت بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد وقت بيمثل عدد الارقام اللي محجوزه في الداتابيز. يعني لو انا عندي 20 رقم يبقى تقول لي ان انا هوصل في 20 خطوه. لو عندي 100 رقم هوصل في 100 خطوه. لو عندي مليون رقم هوصل في مليون خطوه. بقوا 50 مليون رقم يبقى هوصل في 50 مليون خطوه. لكن احنا لما اتعلمنا داتا ستراكشر والجوريزمز وعرفنا اكتر عن التري والتراي والهاش تيبلز والكلام ده كله، قدرت ان انا احط الكلام دوت في حاجه تخليني باخد عدد خطوات للسيرش بتمثل عدد الديجيتس اللي موجوده في كل رقم. طبعا ده كده برضو نبذه سريعه يعني عن الداتا ستراكشر والالجوريزمز عشان اهميتهم ليك كديفلوبر، وتبقى مدرك فعلا اهميتهم ليك كديفلوبر. وهي دي النقطه اللي بقول لكم عليها. الابلكيشنز العاديه السيمبل ما بنحتاجش الحاجات الادفانسد دي. لكن ابلكيشن كبير لشركه كبيره، يعني ايه شركه كبيره؟ بتتكلم بقى في فودافون، في اتصالات، في شركه ليها اكتر من ريجون على مستوى العالم. فانا عندي اصلا قاعده عملاء هيستخدموا الابلكيشن بتوعه دول كتير جدا. يبقى انت هنا تبقى عارف ان انت هتشتغل داتا ستراكشر والجوريزمز عشان توصل لبرفورمانس افضل في الكود بتاعك. لحد هنا كده حد عنده سؤال؟ حد عايز يسال على حاجه؟ طيب بعد ما بتتعلم دول لازم تتعلم داتابيز. وانا بتاسس اتعلم داتابيز. الداتابيز دي حجر اساس لكل التخصصات. عمرك ما هتبقى او هتلاقي ديفلوبر شغال في سوق العمل ملوش علاقه بالداتابيز، مش هتلاقيه. يا عم انا فرونت اند، بتبقى فاهم داتابيز. هعمل بيها ايه؟ فاهم لازم تبقى فاهم داتابيز. لازم تبقى عارف الاوبجكت اللي جاي لك اللي انت هتحطه في الفورم بتاعتك عشان تعرض البيانات بتاعته جاي من الداتابيز عامل ازاي، العلاقات ما بين الداتابيز شكلها عامل ازاي. الكلام دوت حجر اساس ايا كان تخصصك البرمجي لازم تكون فاهم داتابيز.
فانت وانت بتتاسس بتدرس داتابيز، وبتدرس السيكوال، وبتدرس حاجه اسمها الاي ار دي، ازاي نعمل الريليشنز ما بين العلاقات وما بين التيبلز وبعضها، اللي هو انا لازم في الاخر اول خطوه بنبتدي فيها في اي ابلكيشن بسم الله الرحمن الرحيم تعالى نعمل الاي ار دي وتعالى نعمل الداتابيز بتاعتنا. يبقى اول خطوه انت بتروح تعملها وانت بتعمل الاركتكتشر بتاعك بتاع اي ابلكيشن، بتروح تعمل مين؟ بتروح تعمل الداتابيز بتاعتك اللي انت هتبدا تشتغل عليها. فانا بتاسس ابقى فاهم داتابيز، تبقى فاهم داتابيز بشكل كويس جدا، لان هي حجر الاساس عشان تخش اي تخصص. طيب بعد ما بتتعلم الداتابيز لازم تتعلم الجيت والجيت هاب. طب دول بتعلمهم ليه بقى وانا بتاسس؟ انت هنا بقى بتتعلم دول عشان تبقى بتكسب حاجتين. بتكسب ان انت فهمت الجيت والجيت هاب بدري، وبقى عندك بروفايل وبورتفوليو على الجيت هاب بدأت فيه بدري برضو. يعني تخيل الجيت هاب بروفايل دوت بيتحط معاك في السي في. فتخيل انت مثلا دلوقتي في 2025 وانتوا كلكم ان شاء الله باذن الله تخشوا مثلا وتتخرجوا بعد 4 سنين او منكم بعد 5 سنين، يعني بنتكلم في 2029 او 2030، وانت من 2025 عندك بروفايل على جيت هاب، وكل الاكواد اللي انت رافعها واشتغلت عليها من وانت لسه بتتعلم موجوده عندي على جيت هاب. فتخيل لما تحط اللينك ده في السي في بتاعك. فدي اول ميزه، انت كده بقى عندك بورتفوليو قوي في خلال 4 سنين بتبنيه. فانت متخيل البورتفوليو دوت بعد 4 سنين هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى مرعب. هيبقى انت فعلا عامل كل بقى البروبلم سولفنج، كل الابلكيشن اللي انت عملتها وانت بتتعلم ترفعها، كل الشغل بتاعك اللي انت اتعلمته هترفعه، ويبقى عندك بروفايل قوي فعلا على جيت هاب. فعشان كده انا بحب ان احنا في كورس الاساسيات نحط الجيت هاب معانا. عشان ايه؟ عشان زي ما بقول لكم كده يبقى انت عندك البروفايل بتاعك جاهز من بدري. تاني نقطة، انت داخل على التخصص عارف الناس بتشتغل مع بعض ازاي في تيم. فكرة الجيت والجيت هاب عشان بس تبقوا متخيلين، الجيت دوت الجيت هاب ده المكان، اعتبر ده المكان اللي احنا كلنا بنحط الكود فيه. هنا ده كده كلنا بنحط الكود فيه، بس المكان ده متقسم بشكل ما لحاجة اسمها برانشز. بس انت يعني ما عليك، انا دلوقتي عز شغال هنا على اخر فيرجن من الكود، ومعايا محمد شغال برضو، ومعايا علي شغال. احنا الاربعه، احنا الثلاثه سوري احنا الثلاثه شغالين على نفس الكود. الكود ده موجود فين؟ بيبقى موجود على حاجه اسمها ريبو على الجيت هاب. ايه فكره الريبو دي؟ بكل بساطه ان انت دلوقتي عز اشتغل عايز يرفع الابديت بتاعته عشان يبان عند محمد على اللابتوب ويبان عند علي على اللابتوب. فعز بيقول لهم انا اخر فيرجن اشتغلت عليه عملت له بوش على الريبو، فبقى الكود هنا في اخر ابديت من اخر فيرجن. عز كان شغال على فيتشر معينه او شغال على حاجه معينه في بيدج معينه بيظبطها، فمحمد لما يجي يعمل حاجه اسمها كلون يبقى هو كده نزل عند محمد على اللابتوب بتاعه. لما يعمل بول يبقى نزل عند محمد على اللابتوب بتاعه اخر فيرجن عز عدل فيه على الكود. فاحنا لما بنشتغل مع بعض في شركه بنبدا بقى نعمل الكلام دوت. احنا بنبقى تيم 5 أو 6 شغالين على نفس البروجكت. فهي برضو الجيت والجيت هاب مش حاجه واو، يعني الكونسبت بسيط. الفكره ان احنا ال5 أو ال6 كلنا قاعدين على اللابتوب بتاعتنا منفصلين. طب دلوقتي عز بيعدل تعديل، فبيقوم باعت للتيم يا جماعه انا هبش عشان انا خلصت التعديل بتاعي وعملت له تيست. فلازم محمد قبل ما يرفع التعديلات بتاعته ياخد اخر تعديل من الكود عز كان عامله عشان يحط عليه التعديلات بتاعته، ويرجع محمد بعد ما يخلص يا جماعه انا عدلت تعديله معينه ورفعت اخر فيرجن على مين؟ على الريبو. فبالتالي اي حد بيعمل تعديل ايا كان هو ايه بيرفعه على المكان ده، عشان المكان ده بكل بساطه يبقى فيه اخر فيرجن شغال من الكود عندنا كلنا. ما بقاش انا بقى شغال في حته وعدلت وقمت رافع وانا اصلا الابديت بتاع عز ما جاش عندي. انا اصلا يعني انا اشتغلت وعدلت على الكود القديم قبل ما عز اصلا يعمل الشغل بتاعه. فهنا بقى الجيت دوت والجيت هاب برضو بعتبره برضو من اساسيات. ليه؟ عشان انت برضو لما تبدا من بدايتك شغال بيه انت ايدك على الجيت والجيت هاب، بتبش وتبل وتبش وتبل وفاهم دول يعني ايه، وتكمت وتجيب اللاست فيرجنز. وانت ذات نفسك لما تيجي تخش في التخصص وتشتغل على ابلكيشن
عملت فيرجن النهارده شغال، جيت تاني يوم عدلت حاجه الابلكيشن ضرب، طب انا عايز ارجع للفيرجن القديم بقى اللي كان شغال، اقعد اعمل كنترول زد والاقي الدنيا عكت مني والابلكيشن ضاع وانا مش. شكرا. انت كانك في الجيت والجيت هاب حتى لو انت شغال لوحدك بتعمل تراكر لنفسك، انا دي كانت اخر فيرجن شغاله عندي من الكود، فانت دي وضامن ان هي شغاله لحد حته معينه. جيت انت تاني يوم عدلت على الابلكيشن بتاعك وزودت حاجه، وارد ان الحاجه دي وانت لسه طبعا في البدايه تضرب في مكان تاني، فلما تضرب في مكان تاني تلاقي الابلكيشن بتاعك ما بقاش شغال اصلا، كان شغال امبارح. طب انا دلوقتي في الحاله دي عايز بقى اللي هو ايه، طب بص انا عايز الغي كل حاجه عملتها النهارده وارجع للفيرجن القديم اللي انا كنت شغال عليه. لو انت مش بتتعامل بريبو وبجيت وبجيت هاب يبقى انت كده هتلاقي نفسك مش قادر ترجع لاخر نسخه من الابلكيشن كانت شغاله بالنسبه لك. وهو ده برضو اللي بنعمله على مستوى الشركات برضو، خلي بالك. انا ممكن دلوقتي يكون عندي ابلكيشن لايف شغال والدنيا تمام، البيزنس طلب فيتشر جديده، والله يا باشمهندس احنا ما كانش عندنا زرار يقدر يكسبورت، بعد اذنك عايزين نضيفه على الابلكيشن. خلاص تمام يا جماعه ماشي هضيفه. جينا واحنا بنضيفه، ايا كان المشكله، ايا كان الايرور فين، ايا كان ان احنا مش شغالين باركتكت مظبوط عامل ازاي، الزرار دوت لما اتحط الابلكيشن ضرب في صفحه ثانيه. فجينا نطلع لايف نطلع برودكشن الابلكيشن بقى ضارب في مكانين، يعني انا بدل ما ازود لك، يعني فاهم انت ايه، بدل ما اظبط لك الدنيا عكتها لك الابلكيشن ضرب مننا. طب في الحاله دي بقى بنعمل ايه؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم ارجع للفيرجن اللي كان شغال على طول، ارجع في الريبو للفيرجن اللي كان شغال ببلشه وارجع بيه برودكشن وقول له لسه الفيتشر دي ما خلصناش هنشتغل عليها ونبقى نرجع لك. طب تخيل بقى لو انا مش قادر اعمل كده، هقول له الراجل ده بص انت الابلكيشن بتاعك كان شغال طلبت مني فيتشر جديده ضربت لك الابلكيشن بتاعك كله. ف يعني فكارثه، فما حدش خلاص. فانت برضو الجيت والجيت هاب لو انت من الاساسيات وانت لسه بتتعلم فهمته وتاسست فيه وبقيت شغال بيه بقى. عشان انا مثلا بقابل ناس تقول لي انا ما بحبش الجيت والجيت هاب، يعني ما بتحبوش عشان انت مش عارفه، يعني عشان انت مش قوي فيه. وبرضو خلي بالكم دي نقطه عايزكم تبقوا مدركينها بشكل كويس، ان في ناس هتخش تتعلم برمجه وتقول لك انا ما بحبش البرمجه. بص الحب والكره ده بناء على مدى شطارتك. انت لو بقيت شاطر في حاجه انت بتعملها هتحبها عشان انت شاطر فيها وبتعملها بشكل كويس. ومعنى ان انت شاطر للاسف، يعني انا اعرف ناس ممكن تكون دخلت في مجال البرمجه وكانوا حاسبات واختاروا مجال غير البرمجه عشان درسوه في الكليه او خدوه من حد بشكل ما غلط، خلى محاسسهم ان الموضوع اصعب من قدراته فخلاص ما كملش. فدي نقطه لازم تحطها في دماغك، ان انت يعني وانت بتاخد المعلومه ممكن ما يكونش العيب فيك، انت بس محتاج تاخدها بالشكل اللائق من حد فاهم خبره في المجال اشتغل عنده نولج كويسه، فلما يجي يديها لك هيديها لك برضه بالشكل اللي يوصل لك، لان هي لو وصلت لك هتفهمها عادي جدا ما فيهاش اختراع ما فيهاش اي حوار، هي الفكره كلها ان هي تجيلي وتفهمها واطبق عليها خلاص. فلاقي ناس تقول ايه اصل انا ما بستخدمش الجيت والجيت هاب، ما تعودتش استخدمه اصل انا ما بحبوش، اصل هو مش اختيار بقى. لما بتيجي في شركه ما فيش اختيار احنا شغالين كده هتعمل ايه؟ وهو اصلا الجيت والجيت هاب ده لما نيجي يعني ان شاء الله اللي منكم هيكمل معانا في كورس اساسيات ونيجي نوصل له، ده شويه كوماند، يعني انا بكتب شويه كوماند على التيرمينال عشان ابوش وابول واكمت وارجع للفيرجن القديم. الموضوع ابسط مما تتخيلوا، ما فيش فيه اي اختراع، هي بس الفكره ان انت ايدك تاخد عليه، ايدك خدت عليه بقى من وانت لسه بتتاسس خلاص مكمل معاك في التخصصات بتاعتك والدنيا تمام وما عندكش فيها اي مشكله. اخر حاجه بالنسبه لي بعتبر ان انت برضو محتاج تبدا تتاسس فيها يعني بشكل كويس، ان انت تكون عندك انترو عن الويب. والانترو عن الويب دي ما اقصدش ان انت يبقى عندك فيها الكونسبت بتاع ان انت بتعرف تعمل ويب ابلكيشن، لا، تبقى فاهم الويب اصلا بيشتغل ازاي. يعني اللي هو يعني عايز اقول لك ايه، ان انت تبقى فاهم مثلا الفرق ما بين الدومين والهوست، ايه دول، ايه يعني ايه دومين ويعني ايه هوست اصلا، يعني وايه الفرق ما بينهم. هو انا ازاي لما باجي اخش على يو ار ال عندي في البيت، ازاي الكوميونيكيشن دي بتتنقل من عندي والراوتر بتاعي دوت وتوصل للنتورك العالميه عشان يريتيرن الكلام ده من السيرفرات ويرجع لي ريزلت. السايكل دي عباره عن ايه؟ السايكل دي ماشيه ازاي؟ اللي هو السايكل اللي بتمثل
هو النت اصلا شغال ازاي، يعني النت العالمي ده شغال ازاي، ويعني ايه انا برفع ابلكيشن على سيرفر والابلكيشن ده لما غيري يفتح من مكان تاني يبقى بيشوف نفس الابلكيشن. القصه دي بس كده على مستوى برضو كاننا بنتكلم حاجه زي الكمبيوتر اركتكشر كده اللي احنا قلنا عليها في الاول، بس تخص الويب وتخص التراك بتاع الويب شغال ازاي. قيس بقى على دوت بقى الويب، مش الويب بعينه، الويب هنا بتكلم على اي سوليوشن هيبقى انت اشتغلت عليه على اللابتوب بتاعك ورفعته على سيرفر، وانا من مكاني في بيتي وغيري في بيته وغيري 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 يقدر يخش على اليو ار ال اللي انت بتديهوني دوت، فاقدر اوصل للابلكيشن ايه؟ فاقدر اوصل للابلكيشن بتاعك. فانا بعتبر ان هي دي البيزكس اللي اي حد عايز يخش مجال البرمجه اتقن دول بالشكل المطلوب قبل ما تروح للخطوه الثانيه. وهو ده الكورس بتاع الاساسيات اللي احنا بنديه في كودكس. الكورس ده معمول بكل الموديولز بتاعته دي، هي دي اللي احنا بنبدا لاي حد عايز يتاسس بنبدا نديله الكلام دوت على مدار تقريبا 5 شهور او 4 شهور ونص، ان احنا بنحاول، وساعات بتبقى اكتر من كده على حسب الجروبز يعني اللي هتبقى معانا، ان انت فعلا محتاج ان انت تكون متاسس في دول بالشكل المطلوب. ليه بقى؟ انت لو اتاسست في دول بالشكل المطلوب، اخر حاجه برضو في دول ان انت محتاج بقى رقم 8 تعرف ايه هي كل مجالات البرمجه. عشان هنا بقى دي برضو النقطة اللي يعني محل نقاش يعني مع ناس ببدأ أتكلم معاهم. هو مثلا قبل ما يخش كورس الأساسيات بيبدأ يتكلم معايا أنا عايز أبقى داتا أناليسيز، فبقول له أنت عايز تبقى داتا أناليسيز ليه؟ فغالبا القرار أو المعظم اللي بيقابلني في الحالة دي بيبقى عبارة عن إيه؟ أصل أنا أعرف حد داتا أناليسيز فأنا حابب المجال من كلامه. فدايما بيبقى ردي عليه بص، هو قرار ممكن يكون صح مليون في المية، ما عنديش في أي اختلاف، أنا اختلافي بيبقى مع الناس دي في نقطة واحدة، انت اصلا لسه مش عارف قوي عن البرمجه، ولسه مش متاسس بالشكل المطلوب، ولسه مش عارف تفاصيل كل مجال عباره عن ايه وشغله عامل ازاي. فانت القرار اللي بتاخده دلوقتي دوت ممكن يبقى صح، ممكن يبقى هو بعد ما تخلص التراك، بس القرار ده مش صح 100% دلوقتي. فبقى بقول له ايه، استنى ما تفكرش خالص في التخصص دلوقتي، فكر ان انا اتاسس صح، ابقى فعلا فاهم النقط اللي انا كلمتكم فيها دي فعلا بالشكل المطلوب. واخر خطوه بنعملها في الكورس بنعرفك كل مجالات البرمجه بقى. تعالى بقى دلوقتي انا اتاسست فاهم داتا ستراكشر، فاهم الجوريزمز، فاهم او بي، فاهم كمبيوتر اركتكتشر، فاهم في الداتابيز، فاهم في الجيت والجيت هاب، عندي النولج بتاعت النو هاو بتاعت الويب والنت شغاله ازاي. عرفت كل مجالات البرمجه بكل تخصصاتها، برود ماب لكل تخصص، بطبيعه شغل كل تخصص. هنا بقى لما تيجي تاخد قرار، انا من وجهه نظري بتبقى انت هنا بتاخد قرار اقرب للصواب. ليه؟ لانه قرار مبني على معرفه، واي قرار مبني على معرفه هي دي بقى دي دايما النقطه اللي انا بحاول اقولها لاي حد بقابله وبنصيحتي ليكوا. ما تحاولش ان انت تبني قرار وانت ما عندكش نولج. اعرف اكتر عن الموضوع، اعرف حتى البذره، سرش ان انت تعرف هو البرمجه ايه، هو الويب ايه، هو مثلا الناس اللي هتخش حاسبات او اتصالات الديجيتال ديزاين ده بيعمل ايه، الانالوج ديزاين ده بيعمل ايه، مهندسين الميكاترونكس بيشتغلوا ايه. يعني انا محتاج ابقى عارف كل حاجه عن المجالات، حتى لو قشره، حتى لو طبيعه شغل عامله ازاي، عشان اقدر احكم انا المجال ده بتاعي ولا مش بتاعي، او انا حابب اخش دوت ولا ما اخشش دوت. هي دي نفس الفكره اللي احنا بنحاول نوصلها معاكم بعد ما بتخلص الاساسيات وتعرف كل مجالات البرمجه وطبيعه شغل كل مجال. هنا بتبدا ان انت يكون عندك القدره على ان انت تختار التخصص بتاعك، بس وانت متاسس او واقف على ارض صلبه تختار عليها التخصص بتاعك. حد عنده اي اسئله كده؟ الناس معايا ولا الناس يعني ممكن تكون تاهت مني ولا حاجه؟ تمام يا مروان، تمام يا سيف، شكرا يا عمرو، تمام يا علي. ماشي يا جماعه، شكرا. انا بس بحاول ان احنا يعني انا بحاول على قد ما اقدر يعني ابقى يعني فعلا عايزكم، يعني انا مبسوط اصلا ان انتوا فعلا يعني على راي يعني ابراهيم عادل بتاع زي امريكان انجلش وما عندكوش مرض الالفيه الجديده يعني. سيف انت تقول لو اخترت المجال غلط، بص يعني لا يعني اختيار المجال غلط دوت مش خليني اقول لك ما فيش حاجه اسمها كده قوي.
القرار هيأثر ازاي؟ ماشي، بص يا سيف، خليني اقول لك حاجه. يعني اول حاجه انت مش هتاخد القرار غير وانت واقف هنا. يعني انت كده هنا اهو، وانت واقف هنا. لما كنا في المدرسه كده يجوا يرسموا الاشخاص، كانوا بيرسموهم بالشكل ده كده. فخلينا ايه، لو انت مثلا هنا، اول حاجه انت هتاخد القرار وانت واقف هنا. فوانت واقف هنا انت قرارك، ما انا بقول لك بقى، وانت واقف هنا عمرو بيقول ازاي اختار افضل مجال ليا. ماشي، يعني بص يا سيف، انت يعني سيف وعمرو، انت بتاخد القرار وانت واقف هنا. فوانت واقف هنا انت بقيت عارف كل التخصصات. يعني ايه بقيت عارف كل التخصصات؟ يعني بقيت عارف الويب بيشتغل ايه وازاي. وازاي دي بتفرق، لان انت ممكن تكون طبيعتك الشخصيه مثلا يعني انت حد حابب الديزاين، حابب فكره ان انت شغلك يبقى بيبان قدامك على طول. يعني مثلا انا اعرف ناس مثلا بتحب الفرونت اند عن الباك اند. ليه؟ هو بيحس في الفرونت اند ان هو ده شغله. بص شكل الموقع حلو ازاي، ودي بتتحرك ازاي، ودي مش عارف ايه. فلما يلاقي حاجه فيجواليزيشن قدام عينيه كده، فيها انيميشن وفيها حاجات، هو بيتبسط. فهو شايف ان الفرونت اند هو اقرب ليه من الباك اند. في واحد تاني يقول لك ايه، لا انا ماليش بقى في الالوان والكلر والديزاينات والكلام ده كله، انا مش حابب ده، يعني مش حاسس ان هو جاي معايا، فيروح للباك اند. بس خليني بقى اقول لكم حاجه، ان انت في مثلا ناس تبقى عايزه شغلها موبايل ابلكيشن. ليه؟ لان ممكن يكون اصلا معاه حد او واحد زميله عندهم فكره موبايل ابلكيشن، لو اتعمل هيبقى حاجه واو. فيخش تراك الموبايل ابلكيشن عشان يبقى بيفكر انه يعمل الابلكيشن الخاص بيه هو مثلا ومجموعه من زمايله. في حد حابب فكره الداتا، انا نفسي اعمل داتا اناليسيز وابقى فعلا بعمل بريدكت موديل يخص ان احنا مثلا الشركه بتاعتي فاتحه مثلا في مصر وسوهاج، في القاهره مثلا وسوهاج. بقول لهم بصوا، ده احنا لو فتحنا فرع في اسيوط هنكسب مثلا اضعاف. طب القرار ده بيجي بناء على ايه؟ بيجي بقى بناء على الداتا وطبيعه الناس اللي بتشتري منك البرودكت وي 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 والكلام ده كله. يعني خليني اقول لكم كده قصه سريعه مشهوره في القصه بتاعت الداتا اناليسيس دوت. ان واحد دخل سوبر ماركت كبير زي هايبر يعني او كده، وقال لهم كان الماركت عنده مشكله انه ما بيبيعش الانواع معينه من الشوكولاته. فالراجل ده لما دخل الماركت يعني قال لهم ان انتوا اصلا حاطين الشوكولاته في مكان غلط. عمل بقى ايه، جاب الداتا وعمل اناليسيز وطبيعه الناس، وبتبقى مزدحمه مين على الفروع، يعني على كل سيكشن في المكان والكلام ده كله. وطلع لهم بكونكلوجن، قال لهم انتوا لو حطيتوا علب الشوكولاته دي عند الكاشير ممكن يكون مبيعاتها هتتضاعف معاكم، عكس من ان هي محطوطه في رف من رفوف معينه. وفعلا قد كان البريدكشن بقى، او اللي هو بيبريدكت حاجه معينه في طبيعه شركه او في حاجه زي كده، ده شغل الداتا اناليسيز. فحد بيبقى شايف ان هو لا، انا في الحته دي لو عملت كده عندي افكار حلوه فعلا، واقدر ان انا ابدع وابقى بعمل حاجات فعلا، وابقى بوصل للشركه اللي انا شغال فيها تنجح ازاي بناء على الداتا اناليسيز او الداتا ساينس او الماشين ليرنينج بقى. القصه بتاعت الداتا دي كلها مع حد معين. في حد مغرم بتراك الاي اي، شايف ان الاي اي انا بحب ان انا فعلا ابقى بعمل حاجه بالاي اي تبدا مثلا زي روبوتات او الكلام ده كله، ابدا ان انا بحرك الاي اي بشكل ما بطريقه افضل عشان خاطر اعلي البرودكتيفيتي بتاعت الشركه بتاعتي. بس خلينا متفقين بس ان انت ايا كان دخلت التخصص ده ايه فرضا يعني، وانت ما كنتش اوير قوي بالتفاصيل بتاعته مثلا يعني. ودي نقطه عشان كده بقول لك ما تختارش التخصص غير وانت اوير بشغل كل تخصص، بالرود ماب بتاعته عامله ازاي قبل ما تتخصص في تراك من تراكات البرمجه. ما تعملش كده ابدا، وما تفكرش كده دلوقتي خالص. زي ما قلت لك، فكر تتاسس صح، اعرف كل المجالات بالرود ماب بتخصصاتها، بعد كده شوف بقى هتتخصص ازاي. هنا قرارك بيبقى ايه، يعني اقرب للصواب زي ما قلنا. بس فرضا بعد ما عملت كل دوت، خلينا بقى في كيس، انا بعد ما عملت كل دوت واخترت مجال الفرونت اند مثلا، والدنيا ما مشيتش معايا فيه، خليني بقى اقول لك يعني اقوى حاجه ممكن تكون عارفها. انت لو بعد كل ده وبعد تخصص ولقيته مش ماشي معاك، بيبقى الوقت اللي انت محتاجه عشان تخش في تخصص تاني. ما يعني عايز اقول لك، لو انت التخصص ده مثلا بياخد من الناس 8 شهور و9 شهور، ممكن ياخد منك انت 3 شهور وتتخصص وتبقى قوي فيه كمان. ليه؟ انا حد متاسس صح. زي ما بقول لك، طول ما انت متاسس حتى وقت التراك هيبقى اقصر. ليه؟ لان في حاجات كتير قوي اصلا ما بين الاساسيات وبين التخصص متشابهه. انت كنت هنا شغال مثلا ببيور سي بلس بلس او ببيور سي شارب، طلعت لقيت فريم ورك بيسهل عليك، بيبقى ايه كل اللي انا محتاجه؟
اعرف الفريم ورك ده بيشتغل ازاي عشان اقدر اعمل عليه ويب ابلكيشن او موبايل ابلكيشن او خلافه. فانت حتى لو اخترت التخصص غلط صدقني بيبقى سهل قوي ان انت في وقت قصير تخش في تخصص تاني. وخلي بالك ناس كتير قوي يعني بتعمل، في ناس بتبتدي مثلا حياتها باك اند ويخش شركه يلاقي ان مطلوب منه يعمل باك اند وفرونت اند. يعني انا واحد من الناس لما رحت تيلي بيرفورمانس، تيلي بيرفورمانس دي شركه مالتي ناشونال موجوده في 89 دوله على مستوى العالم، ممكن تكونوا انتوا عارفينها ان هي شركه كول سنتر. فكنا بنعمل ابلكيشن بنخدم فعلا على قاعده عملاء كبيره جدا. فانا كنت باك اند، يعني اول شركه اشتغلت فيها كنت باك اند. بعد كده كملت معاهم رايح ان انا باك اند، قالوا لي بص احنا بنشتغل الديفلوبر عندنا بنحتاج ان هو يبقى فول ستاك، فانت محتاج تتعلم فرونت اند. طب شغالين بايه؟ هم هناك شغالين بحاجه اسمها فيو جي اي اس. فالفيو جي اس دوت انا بعد ما اشتغلت بيه، بعد ما اشتغلت معاهم اتعلمته فعلا واشتغلت في فيو جي اس وكنت شغال فول ستاك، وكان الوقت ان انا اتعلم قصير وانا شغال في شركتي. هي بس دي النقطه بقى، عشان كده حتى لو انت اتطلب منك او انت دخلت في تخصص ولقيتها مش ماشيه معاك بيبقى سهل قوي ان انت ترجع لتخصصات تانية. بس زي ما بقول لك كده في عاملين اساسيين دلوقتي فكروا فيهم. حاول تنحي جانب التخصص بتاع البرمجه، انا بتكلم عن التخصص بتاع البرمجه، حاول تنحيه شويه على جنب. انت معاك نقطتين اساسيتين، تتاسس صح وتبقى فعلا بعد الحته بتاعه الاساسيات انت البروبلم سولفنج ده يعني معاك من اول يوم بعد ما بتخلص الاساسيات بتاعه البرمجه. عايز بقى اتكلم، حد عنده اسئله تانية كده عايز ان هو يسالهاني؟ الناس اللي معانا حد عنده اسئله ولا الدنيا تمام؟ طيب عايز اتكلم معاكم برضو في نقطة كده. يعني انت هنا التخصص ده يعني لا، طب انتوا حابين ان احنا نتكلم في كل تراكات البرمجة والتخصصات دلوقتي ولا شايفين ان احنا، يعني عايز اكلمكم في توبيك تاني ليه علاقة بان انت يعني حاجة ليها علاقة بالفريلانس والكلام ده كله، فانتوا حابين ان احنا نتكلم عن التخصصات بكل التراكات اللي فيها؟ لو حد يشاركنا كده، ولا نبدأ نتكلم على يعني ان انت لو عايز تبقى فريلانس او كده؟ حد بيتكلم؟ سيف انت فاتح المايك بتقول حاجه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كنت تخصصات. عايز افهم اللي هو انا لحد ما اوصل للتراك، هل اللي قبل التراك اسهل ولا هو التراك نفسه اللي بيبقى سهل؟ خليني اقول لك بقى ان التراك هو اللي بيبقى سهل. يعني وانا هنا عشان اوصل اه لخطوة التراك دي. ما انا بقول لك عشان توصل لخطوه التراك لازم تبقى انت يعني خدت باص الاساسيات اللي انا كنت بتكلم عليه ده. يعني الثمانيه سيكشن اللي احنا كاتبينهم دول يعتبروا تراك الاساسيات اللي انت محتاج تاخدهم وتبقى قوي فيهم قبل ما تروح للخطوه بتاعه التخصص دي. طب ما كده كده ده مش اساسيات، ده كده هو ده العلم نفسه. لا دول كده اساسيات، اللي احنا كاتبينه ده كده ده العلم نفسه. اللي هو قصدك ايه يعني؟ ده علم البرمجه يعني؟ انا قصدي ان هي دي الدراسة نفسها، وبعد كده التراك ده هيبقى مدته اقل ودراسته هتبقى اقل. طبعا التراك هتبقى مدته اقل ودراسته اقل طبعا، لان انت بس ده برضو الريفرنس بتاعه ان انت متاسس بشكل عامل ازاي. يعني مثلا فرضا ان انت، لا انت بقيت بروبلم سولفنج شاطر، بقيت فاهم او بي بشكل كويس، بقيت فاهم داتا ستراكشر والجوريزمز بشكل كويس، اتعاملت مع الداتا بيز، انت الكلام ده انت بقيت فيه بشكل كويس، دخلت في تخصص مثلا باك اند. هو الباك اند عباره عن ايه؟ داتا بيز واي بي اي. الاي بي اي دي بتكلم الداتا بيز عشان تعمل الاي بي ايز بتاعتك. فانت ايه اللي هيبقى ناقصك في التراك هنا وانت هنا متاسس بالشغل المطلوب؟ ان انت تعرف الفريم ورك اللي انت هتشتغل عليه. يعني ايه فريم ورك؟ يعني في ناس بتشتغل باك اند بالجافا، فانا محتاج اعرف سنتكس الجافا عشان ابقى باك اند على الفريم ورك بتاع الجافا اللي هو السبرينج مثلا. طب انا عايز اشتغل باك اند بالسي شارب، فبروح اتعلم الدوت نت كور او الاي اس بي عشان ابقى عشان ابقى باك اند بالسي شارب. بس في الاول والاخر الكونسيبت بتاع الباك اند هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اي بي اي بتكلم داتا بيز عشان يبقى في كوميونيكيشن ما بينهم. فانا اصلا فاهم داتا بيز وفاهم او بي. ايه اللي ببقى محتاجه بس ان انا اعرف الاي بي اي دي بتتعمل ازاي او طبيعه شغلها على الفريم ورك اللي انا هبقى مختاره. فهنا التخصص بيبقى اسهل لو انت متاسس صح. طب لو انت بقى ما تاسستش بتواجه صعوبه في التخصص في ايه؟ ايه الصعوبه برضه انت ممكن تكون متخيلها بتقابلها في التخصص؟ ان انا همشي في تراك التخصص ده
هلاقي نفسي اصلا وهو شغال في التخصص بيكتب او او بي. يعني احنا اصلا في اي تخصص شغالين او او بي، فانا اصلا مش فاهم او او بي. يعني انا ما درستش او او بي وداخل في تخصص الراجل بقى معتبر ان انا، يعني ما هو ده اساسيات، فعمال يكتب او بي ويكتب كلاس واوبجكت وانهيرتنس وده بيورث من دوت وبوليمورفيزم، وعمال انت بقى عمال تسمع مصطلحات وانت في التخصص، هو ده ايه؟ فتلاقي نفسك لا ده انت فعلا كنت محتاج تعرف او بي قبل اصلا ما تخش على التخصص اصلا. تلاقي مثلا يعني احنا يعني في الاساسيات مثلا بنبدا ندرس بوينترز، فانت ما تعرفش البوينترز، فجيت مثلا بتدرس سي شارب فلقيت ان البوينترز دي حاجه اصلا ان سيف، واتقال لك وانت بتتخصص ان هي ان سيف. طب هي ايه البوينترز اصلا دي وبتشتغل ازاي؟ فهي بس دي النقطه، عشان كده بقول لك التخصص دايما وانت متاسس بيفرق كتير جدا جدا. انت ممكن تبقى بتعرف تشتغل بس وانت مش متاسس انت فعلا في، عارف انت كده، في حته واقعه من مخك مش قادر تستوعب الاستيعاب الكامل للموضوع عشان انت نص الموضوع اصلا مش معاك. بس فالتخصص طبعا هيبقى وقت اقصر طول ما انت متاسس بشكل مظبوط. ما تاسسش بشكل مظبوط للاسف بتاخد نفس وقت الاساسيات وانت بتتخصص وما بتبقاش طالع بالشكل المطلوب برضه. يعني عارف انت واحد يقول لك ايه، طب ما انا هتخصص وابقى اظبط الدنيا وانا بتخصص، يعني ابقى يعني واخد دي مع دي. كلام جميل، انت هنا بتاخد وقت اطول، يعني انت ما عملتش حاجه، انت حبيت تعمل كده عشان تسرع السايكل، لكن للاسف السايكل جت فوق دماغك ان انت بقيت تاخد وقت اطول، لان اللي انت في التخصص هتخلصه في شهر وانت متاسس، وانت مش متاسس تخلصه في شهرين. يعني الوقت بيتضابل، يبقى بيضابل وانت اصلا متاسس. طب لو انا اتاسست في شهر وخدته في شهر يبقى ده افضل يعني، وانا بقى متاسس صح وفاهم الدنيا صح يعني. بس وصلت لك كده ولا؟ اه تمام، النقطة دي وصلت. كان عندي سؤال تاني، وانا هقول. عشان ما كنتش موجود من اول السكشن بس. وانا أنا دلوقتي لما ادخل الجامعة مثلا ان شاء الله، هل هل انا هشتغل واحدة واحدة في الاساسيات، وهوصل لمرحلة التخصص امتى؟ ابص انت يعني عموما برضو البرمجه بقى هنا دي النقطه اللي انا كنت هتكلم عليها، وخلينا نحط التخصصات في اخر حاجه. انت بقى النقطه دي ريفرنس قوي ما بيننا وما بين بعض. انت دلوقتي ده توبيك الاساسيات، انت قررت تبتدي بدري اول ما دخلت الكليه، سواء هتاخد التراك ده مع نفسك تذاكره او سواء هتروح تاخده في مكان معين، ايا كان انت خلاص انت بقيت عارف ان الرود ماب بتاعت الاساسيات ان انا ابقى عارف الكلام ده. خلاص انا لازم ابقى عارف الكلام ده واذاكره بشكل كويس، دي كده البيزك اللي انا اقدر بعديها اخش اي تخصص. انت قررت تذاكر ده مع نفسك وتخلصه مع نفسك، هتاخد هنا بقى الوقت اللي معتمد عليك انت في ان انت تخلص التراك ده. انت مثلا دلوقتي بتذاكر لا كل يوم واخد الموضوع بجد وما اعرفش ايه والكلام ده كله، خلصته مثلا في 4 شهور او في 5 شهور او في 6 شهور. بس نقطتي الاساسيه مع اي حد سواء انت هتاخد كورس اوفلاين او هتذاكر مع نفسك اونلاين، اوعى تهمل التطبيق. اوعى تهمل التطبيق. واحد يقول لك ايه، طب ما انا ممكن اخد الكلام ده كله في شهر، ممكن تاخده في شهر على فكره، بس انت لا طبقت ولا تعكيت مع مشاكل ولا معلش سهرت طول الليل بتحل في مساله وفي كود بيلففك حوالين نفسك. انت طول ما انت ما وصلتش النقط دي اعرف ان ايه، ان انت كده بتتعلم بس مش هو ده المطلوب برضه. عشان كده بقول لك انت ممكن مثلا معلش تخش مثلا على كورس اونلاين على اليوتيوب على الكلام ده كله تذاكر الكلام دوت مفيش مشاكل. انت هتلاقي نفسك مثلا كمبيوتر اركتكت 10 فيديوهات خلصتهم، بس انا ما طبقتش السي بلس بلس سي مثلا 20 فيديو خلصتهم. محتاج تكتب بايدك، انت محتاج تطبق، محتاج تعمل مشاريع، هي دي النقطه الاساسيه. محتاج تتعك. لو اتعكيت هي بقى دي النقطه اللي عشان كده بقول لك ريفرنس ما بين واحد للتاني ليه. في منكم هيبدا على طول بدري، خلاص انا ابتديت بدري وهاخد قرار ان انا هبدا بدري ومش عارف ايه، لان اللي بيبدا بدري دوت انا اعرف ناس من وهي في ثانيه كليه بتعمل مشاريع فريلانس وشغاله، بس بادئ من اولى كليه، اتاسس اتخصص مظبط دنيته بيدرس وبيشتغل. وهي دي النقطه اللي بقول لكم عليها. يعني انا اول شغلانه فريلانس جات لي كنت انا في سنه ثانيه هندسه حلوان، يعني وانا في ثانيه اللي هو يعتبر بعد اعدادي، في هندسه في اعدادي وفي اولى، وانا في ثانيه يعني بعد سنتين ونص تقريبا جالي ان انا اعمل اول ابلكيشن لورك سبيس موجوده في الدق. كانوا عايزين يعملوا ورك سبيس موجوده في الدق اللي ممكن يكون عارفها اسمها ابداع. مطلوب ان هم كانوا يعملوا سيستم، السيستم ده بيمانج عمليه الحضور والرومز والحجوزات بتاعت الرومز والكلام ده كله.
كان الكلام ده اول سيستم يعتبر انا عملته كنت وانا في ثانيه كليه. فهي دي النقطه اللي بقول لكم عليها، انت اتخصصت، النقطه اللي بتتكلم فيها سيف، انت اتخصصت او اتاسست وبعد كده اتخصصت. الوقت ده بقى معتمد عليك انت، بس نصيحتي اوعى عشان تسرع الوقت تتعلم غلط، لان هتلاقي نفسك اتاسست وتخصصت في 6 شهور مثلا، لكن اجي انا اقول لك احنا عندنا سيستم والله يا سيف عايزين نعمل 1 2 3، معلش مع احترامي تلاقي نفسك مش عارف تتحرك من غير شات جي بي تي. لا يبقى انت كده لا تاسست ولا تخصصت، ومع احترامي ضيعت 6 شهور من عمرك على الارض عشان انت قررت تتعلم غلط. عشان كده نصيحتي ليكوا اوعى استعجالك يخليك تتعلم غلط، لان وانت لو اتعلمت غلط تبقى انت بتضر نفسك الضرر 2. ليه بقى 2؟ لان انا ضيعت وقت وفعلا ما بعرفش اعمل حاجه، يعني ضيعت وقت من عمري ومش ما فهمت الصح. فضلت ماشي ورا فيديوهات بتسمعها وبتفهم اللي بيتقال، ولو خدت كورس اوف لاين او اونلاين او في القمر بتسمع وما بتطبقش، اعرف ان انت كده زيرو تحصيل. طب بطبق وبتعك، هي دي النقطه اللي بقول لك عليها. انت كده فعلا فعلا بتبقى مبرمج او ديفلوبر صح. فالوقت انت بتتكلم عليه يا سيف دوت ريفرنس ما بين واحد للتاني، وهي دي النقطه اللي انا بكلمكم عليها. دور دايما طالما انتوا دلوقتي دخلتوا معانا السيشن دي، فانت حد دماغك شغاله بشكل كويس عن اللي حواليك. ودي النقطه اللي انا يعني كنت بقول لكم في اول السيشن، انت فعلا دلوقتي في ناس بتتخلص كليات وبعد كده تشوف انا بقى ايه الدنيا بقى، هو الشغل فين والمجالات فين والتخصصات ايه وانا محتاج اذاكر ايه، فبيضيع سنين من عمره في الكليه زيرو. وللاسف بيطلع بعد الكليه يتقابل بواقع صادم. لا ما هو الفرصه في بقول عايز يعني ابسط فرصه في اقل مكان في 25 30 نفر مقدمين معاك، اللي هو اصلا مكان زباله، يعني انت شركه زباله اصلا ومحدش يبقى عايز يشتغل فيها، 20 30 واحد مقدمين معاك. فاللي احنا طبعا عايشين فيه وغلاء المعيشه والظروف و الكلام ده كله، 25 30 واحد مقدمين معايا. لو انا بقى واحد بادئ فعلا انا سابق الناس دي، طب اللي انت سابقهم دول جاي السبق ده جاي منين؟ من انت بس ابتديت بدري بس. فانت ابتديت بدري وتاسست صح وقويت نفسك صح وتخصصت صح، فخلاص بقى فبتجري، انت بتجري في طريقك. عكس بقى اللي هو لسه بيفكر طب انا هتاسس، طب اتخصص سنه في الثانيه في الثالثه، بيتوه في زحمه الريسورسز ويتوه في زحمه الناس اللي حواليه ويتوه في زحمه الكليه، وال4 سنين هتلاقيهم عدوا منك في هوا. حرفيا 4 أو 5 سنين هيعدوا منك هوا لو انت ايه في تايه وفي زحمه انت مش عارف انت عايز تعمل ايه. فانا بحاول دلوقتي ارسم لكم الطريق اللي انت فعلا محتاج تمشي عليه، سواء اساسيات هنكمل دلوقتي في التخصص. بس نصيحتي ليكم ابتدي بدري قدر الامكان، ابتدي بدري قدر الامكان وبلاش تجيب خطوه قبل خطوه، ودور انك تتعلم صح. تتعلم صح دي اهم نقطه. كتير مننا بيتعلم وللاسف ما بيتعلمش صح، ويطلع يقول لك انا مش لاقي شغل. بس خليني اقول لك بقى هنا، انت مش لاقي شغل، الشماعه بتاعت مش لاقي شغل دي انت بقى قوي مستحيل ما تبقاش لاقي شغل، مستحيل. بس فاضل قد ايه؟ احنا خلاص يعني يعني 10 دقايق بالظبط هكلمكم عن التخصصات وخلاص، ده يبقى اخر حاجه يعني. طيب عشان انتوا برضو ايه عايزين نتكلم على التخصصات سريعا. التخصصات عموما خلينا ايه نكتب اول كاتيجوري كده، الويب. الويب دوت في الشركات لو بتذاكر حر مع نفسك توصل في قد ايه؟ صدقني برضو انت ممكن تكون بتذاكر حر مع نفسك وانت يعني ديديكيتد للشغل والتطبيق والكلام ده كله وتخلص في وقت قصير يعني. بس انت يعني مينيمم بتتكلم في اساسيات ممكن تاخد مثلا، لو احنا بنتكلم في افريج يعني بناء على طبيعه الناس وشغلها وحياتها وكده يعني، انت مثلا ممكن تتاسس في 6 شهور مثلا، وممكن تتخصص مثلا في 6 أو 7 شهور زيهم. يعني انت بتتكلم في سنه لو انت ديديكيتد للحاجه دي وشغال وبتشتغل، فانت ممكن في خلال سنه تبقى اتخصصت ودخلت تراك وبتجيد فيه بشكل مطلوب. لو هنيجي نحط افريج كده للناس اوفر اول،
في الجامعه انت لو انت في حاسبات فانت غالبا ما بتتخصصش اصلا. يعني انت في حاسبات بيحاول ان هو ما بيدكش تراك كامل. يعني مثلا الويب ما بتاخدش تراك ان انت تبقى ويب ديفلوبر، ما فيش كده اصلا في حاسبات او في هندسه او في اي كليه. الكليه دايما بتحاول تديك يعني كل حاجه، يعني بتحاول تخليك تبقى سوفت وير انجينير. فبتدرس السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بقى، وبتدرس الحاجات ليها علاقه بالميثودولوجي بتاعت الاجايل والبيزنس والريكويرمنت يعني بيحاول يديك سوفت وير انجينير، ما بيدكش ان انت تبقى ويب ديفلوبر بالسي شارب. ما فيش كده، انت برضو اللي هتعمل كده. يعني انت هتعمل كده سواء مع نفسك او في مكان، انت اللي هتعمل كده. يعني انت مش هتخلص معاه تبقى دوت نت ديفلوبر. لا، ما فيش في الكليات هندسه حاسبات اي كليه في مصر ما فيش كده اصلا. فانت محتاج انت كده كده هتعمل ده مع نفسك، بس هو بيديك البيزك اللي تساعدك بس، لكن انت كده كده هتعملها مع نفسك. بس انا بقول التخصصات مثلا عندنا الويب، فالويب ده مثلا بيتقسم حاجتين: ناس بتشتغل فرونت وناس بتشتغل باك وناس بتبقى حاجه اسمها فول ستاك. اهو حد فرونت وراجل تاني باك وراجل تاني حد اسمه فول ستاك. النقطة اللي أنا بكلمك عليها إن ليه ما حدش موجود في الكليات بيدي حاجة معينة، لأن إحنا مثلا لو اتكلمنا على الفرونت، فالفرونت دوت بيبتدي إن أنت تتعلم HTML CSS جافا سكريبت، ومحتاج إن أنت بقى إيه تتعلم للسي اس اس يعتبر فريم ورك اللي هو البوت ستراب، وفي حاجة تانية اسمها توايلون. دول كده اللي هو أنت بتتعلمهم عشان ده كده الأساسيات. بعد كده بتروح تتعلم فريم ورك للفرونت اند. اشهرهم في السوق رياكت، يجي بعديه انجولار، يجي بعديه انجولار، يجي بعديه حاجه اسمها الفيو جي اس. دول اشهر 3 فريم ورك عشان تشتغل فرونت اند. انت هنا كده ده الباص بتاع الفرونت اند. هتبدا تتعلم HTML CSS جافا سكريبت، تتعلم فريم ورك زي البوت ستراب والتوايلاند، وتخش تتعلم فريم ورك للفرونت اند رياكت وانجولار وفيو جي اس. كده انت بتبقى فرونت اند ديفلوبر. عشان كده بقول لك انت بقى في الكليه ما فيش كليه هتديك ده اصلا. يعني مفيش كليه مثلا هتديك انجولار هيبقى عندك ماده انجولار، لا، هي هتديك كونسبت الفرونت اند HTML وسي اس اس وجافا سكريبت، ده اخرك الكونسبت بتاع الفرونت اند. لكن الشغل الحقيقي كشغل شركات او الكلام ده كله انت اللي هيبقى مطالب تتعلمه مع نفسك. لو جينا نتكلم في الباك اند، فالباك اند بقى دوت بيبقى كل لغه اعتبرها ليها الباك اند والباص بتاعها. يعني ايه كل لغه؟ يعني انا عندي باك اند بالجافا، وعندي باك اند بالسي شارب، وعندي باك اند بالبي اتش بي، وعندي باك اند بالبايثون، وعندي باك اند بحاجه اسمها الروبي. كل دول كل واحد منهم ليه الفريم ورك والباص بتاعه اللي انت تطلع منه تبقى. بنقول على السي شارب ده الباك اند بتاعه اسمه دوت نت ديفلوبر. البايثون بتشتغل على حاجه اسمها الديجانجو عشان تبقى ديجانجو ديفلوبر، تكتب الباك اند على فريم ورك خاص بالبايثون اسمه ديجانجو او فلاسك، بس الديجانجو اشهر عشان تبقى باك اند ديفلوبر بالبايثون. الجافا بتكتب حاجه على حاجه اسمها السبرينج، فالسبرينج ده الفريم ورك بتاع الجافا اللي انت هتكتب عليه. عشان كده بقول لك بقى لو انت دخلت على باك اند تتخصص على طول هتلاقي نفسك، ما هو انا بكتب او بي، بكتب داتا ستراكشر، بكتب الجوريزمز، وانا بكتب الباك اند والاي بي ايز بتاعتي دي. طب انا هكتب الكلام ده ازاي وانا اصلا ما اعرفوش؟ هي بس دي النقطه بقى، لو انت متاسس بتخش هنا بتبقى اسرع عشان انت متاسس صح مش اكتر. مع الباك اند بقى انت مطلوب برضو منك تتعامل مع الداتابيز، لان الباك اند كل وظيفته بتعمل مجموعه من الاي بي اي بتكلم الداتابيز، بترجع حاجه للفرونت اند او بتاخد حاجه من الفرونت اند تحطها في الداتابيز. هو ده الاي بي اي او هو ده الباك اند بتاعنا. في انترفيس الفرونت اند بيتعامل معاه، وفي داتابيز انا الاي بي اي دوت اللي مسؤول احط واجيب لك احط واجيب لك، انا الكوميونيكيشن ما بينك وبين الداتابيز. انت كفرونت اند مستحيل تكلم الداتابيز على طول. لاير الباك اند هو المسؤول ان هو يكلم مين؟ الداتابيز. فعشان كده لاير الباك اند ده بقى كل واحد من دول رود ماب خاصه بيه: سي شارب، بي اتش بي، جافا، بايثون، رابي. كل دول لانجويج تقدر ان انت تعمل بيها باك اند تتعامل مع الداتابيز. طبعا الفول ستاك دوت الراجل الغلبان اللي بيبقى مطالب منه في الشركه ان هو يعمل الاثنين، ابقى فرونت اند وباك اند، انا اللي بعمل الاثنين في الشركه.
طيب غير الويب عندنا الموبايل. الموبايل برضو يعني سريعا كده عن الموبايل، انت الموبايل عندك حاجه اسمها نيتيف، بتتعلم حاجه اسمها نيتيف، يعني بعمل ابلكيشن. النيتيف ده خلينا نقول كده عندي نيتيف وعندي كروس بلاتفورم. النيتيف ده بيعمل ايه؟ النيتيف دوت بيكتب، هيعمل ابلكيشن يطلع على الاندرويد بس، فبيروح يكتب بلانجوج خاصه بالاندرويد بس، وفي منهم هيكتب نيتيف يطلع على الابل بس، موبايلات الاب ستور بس. الكروس بلاتفورم زي الفلاتر، اشهر حاجه في الكروس بلاتفورم دلوقتي الفلاتر، لانه بيعمل وان اب يطلع للاي او اس، او يطلع للموبايلات الابل على الاب ستور، ويطلع للجوجل بلاي على الاندرويد. فالكروس بلاتفورم هو مين؟ هو الفلاتر. لكن بالنسبه للموبايل في ناس بتختار تخصص مثلا ان هو يبقى شغال اي او اس ديفلوبر. اي او اس ديفلوبر دوت هيروح يتعلم تراك انه يعمل موبايل ابلكيشن نيتيف على الاب ستور بس، مش هيحصل ببلش الابلكيشن بتاعك ده الا على الاب ستور بس، ما اقدرش اخد نفس الكود واروح احطه على الجوجل بلاي. فعشان كده بيقولوا عليه ده النيتيف. النيتيف تاني ايه هو؟ الابلكيشن بتاعك وطالع على بلاتفورم سواء جوجل بلاي او اب ستور، واحده من الاثنين فقط لا غير. تمام؟ برضو ده باص وده باص، من اشهر حاجات موجوده دلوقتي وسهل في التعلم يعني اكتر من النيتيف، اللي هو طبعا مين؟ الفلاتر. طبعا الفلاتر انت كروس بلاتفورم، والفلاتر بقى ده اصلا يعني اللي منكم هيتخصص قرر ان هو بعد ما يخلص يتخصص فلاتر، هتلاقي الدارت دي شبه السي بلس بلس جدا. كونسبت الاو او بي هو يعني هو اصلا فكره الاو او بي كله في كل حاجه. فانت هتلاقي نفسك لو انت جاي متاسس ورايح للفلاتر، انت مش تقريبا مش هتاخد وقت، عكس بقى حد ما يعرفش اي حاجه عن اي حاجه يعني. طبعا عندك تراك بقى الداتا اناليسيس. تراك الداتا اناليسيس ده يعني ده ايه بقى؟ انت عندك داتا اناليسيس، وعندك داتا ساينتست، وعندك ماشين ليرنينج انجينير، وعندك الداتا انجينير. خلينا يعني سريعا كده، انا عارف بس انا ممكن اكون طولت عليكم. سريعا كده انا هحاول اديك الفروقات سريعا. الداتا انجينير ده اعتبره المسؤول في اي شركه كبيره عن انه يعمل حاجه اسمها الداتا وير هاوس. ايه الداتا وير هاوس دي؟ اي شركه كبيره بيبقى عندها مجموعه سيرفرات، والداتا انجينير ده المسؤول انه يخزن الداتا دي بالشكل المطلوب. تاني، احنا دلوقتي شركه عندنا مجموعه عملاء ومجموعه مستخدمين، ايا كان عندي مجموعه قاعده كبيره قوي في الشركه، سواء موظفين او تجار بيتعاملوا معايا او كاستمرز موجودين في السوق بيتعاملوا معايا. انا عندي قاعده عملاء كبيره، شركه زي فودافون. المسؤول عن تخزين البيانات دي بالشكل المطلوب على سيرفرات بقى والكلام ده كله هو الداتا انجينير، عشان مسؤول عن تخزين الداتا. وده برضو المسؤول ان اي حد في الشركه، سواء حضرتك كديفلوبر بتعمل موبايل او ويب ابلكيشن، سواء حد تاني في الشركه مثلا بيعمل باور بي اي، او سواء حضرتك كديتا اناليسيس عايز داتا بشكل معين عشان خاطر تستخدمها في الابلكيشن بتاعك، فالداتا انجينير ده المفروض ان هو يوفرها لك عشان انت تستخدمها في الابلكيشن بتاعك. يعني الداتا انجينير الموجود في الشركه ده مين المستخدمين بتوعه؟ هو الديفلوبرز، او الباور بي اي انجينير اللي موجود في الشركه، او الداتا اناليسيز اللي موجود في الشركه. يعني في الاول والاخر الناس اللي موجوده في الشركه هم دول المستخدمين للداتا، اللي هو بيبدا يوفر لهم بقى اي بي اي، او يوفر لهم حاجه عشان ياخدوا الداتا دي بشكل معين. باجي انا عايز اعمل ابلكيشن، بروح للداتا انجينير بقول له بص انا عندي تيبل هسجل فيه التجار بالبيانات دي، هيقول لي خلاص انا هرمي لك في الداتابيس بتاعتك البيانات بالشكل اللي انت عايزه. ده دور الداتا انجينير. يبقى دور الداتا انجينير تخزين البيانات ويوديها للمكان اللي انت عايزه. بس المكان ده اللي انت عايزه اللي هو مين؟ ديفلوبر، داتا اناليسيز، باور بي اي، يعني في الاول والاخر مستخدمينه الناس زمايله الديفلوبرز اللي موجودين في الشركه. الداتا اناليسيس بقى والداتا ساينس والماشين ليرنينج دول كده ثلاث تريكات تحت بعض. زي ما قلت لكم كده انت بتحاول تدينا صوره عن الشركه، بنكسب، بنخسر،
عندنا برودكت واقع محتاج نقومه، عندنا مصنع محتاجين لو زودنا فيه مكن نعمل ما اعرفش ايه. كل الاناليسيس بتاعه الشركه، بنكسب بنخسر، بتعمل داشبوردز مثلا عشان تعرض للستاك هولدرز الموجودين في الشركه، والله بص احنا دي ارباحنا اخر 30 سنه، احنا كنا لما بنبيع المنتج الفلاني وكان مثلا منافسينا في السوق كذا كنا بنكسب كذا، احنا لما المنتج ده وقفناه بقينا نخسر. كل السايكل دي انت كديتا اناليسيس بتعملها. طب الداتا ساينس بيعمل ايه؟ بيبدا يبريدكت، يعني بيبدا يقول لك احنا لو عملنا كذا هنكسب، احنا لو رحنا للحته الفلانيه هنخسر، احنا لو ما اعرفش ايه. البريدكشن ده مسؤول مين؟ من الداتا ساينس ومن الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج اللي طبعا بيبدا يتعامل مع مين؟ بيبدا يتعامل مع الداتا عشان برضه بموديلز معينه عشان خاطر يقدر يعمل عمليه الايه؟ البريدكت ده. نيجي للاي اي. الاي بقى تفرعاته كتير. عندنا مثلا حاجه اسمها ال NLP دوت اختصار الناتشورال لانجوج بروسيسنج، اللي هو انت ازاي تفهم لغه البني ادمين عن طريق روبوت او عن طريق شات بوت، وتقدر يبقى هو سمارت انف ان هو يشتغل معاه زي شات جي بي تي دوت مبني على ان انت في الاي اتعلمت NLP. NLP اختصار ناتشورال لانجوج بروسيسنج، لغه بني ادمين الروبوت اللي معمول او الالجوريزم اللي معمول قادر ان هو يفهمها ويرد عليها. زي بقى الشات بوت في اي ابلكيشن، ده بتعمله انت بناء على ان انت NLP انجينير، انت رحت في الاي للحته بتاعت اللي انت NLP انجينير. عندنا حاجه اسمها الدوكيمنت اندرستاندنج او الOCR، ان انت بتعمل الجوريزم اي تقدر تدخل له اي صوره او اي ورقه، زي مثلا احنا في اي شركه بنعمل ابلكيشن مشهور عشان نعمل خاطر امبوردنج للموظفين الجدد، ان انت بتقوم بموبايلك بيصور بطاقته ويبعتها لك، فانا بعت لي صوره ببطاقتك فيها بياناتك، انا عايز الكلام ده ديجيتال يتحط في الداتابيز، فبيروح يعدي على الOCR، الصوره تعدي على الOCR يطلع منها كل البيانات بتاعتك، اخد انا الابلكيشن البيانات دي واحطها عندي في مين؟ بالداتابيز. انا اتعين عندي مثلا عز عمره كذا، عنده اولاد ولا لا، مش عارف ايه، عنوانه، الرقم القومي، باخدهم من على البطاقه، باخدهم من صوره شهاده الميلاد، باخدهم من الورق اللي هو بيرفعه على السيستم، بعديه على OCR، الورق ده يطلع ببيانات، اخد انا البيانات ديت احطها عندي في مين؟ احطها عندي في الداتابيز. يعني ده كده طبعا باختصار وبشكل سريع يعني عن الموضوع. يعني احنا حبينا ان احنا نبقى بنحاول نرسم لكم طريق. يعني لو انا بس قبل ما نقفل ونختم مع بعض، يعني آه دور ان انت تتأسس، يعني دي نصيحتي، دور انت تتأسس وافهم التخصصات بعد ما تتأسس كلها عبارة عن ايه وشغلها والرود ماب بتاعتها بشكل تفصيلي من اي حد. احنا يعني احنا التشانل بتاعت الواتساب ما بيننا دي هتفضل مفتوحة، سواء منكم اللي هيخش في كورس الاساسيات معانا ويبقى طالب معانا ويخش في الكورس والكلام ده كله، واللي منكم مش هيشترك وهيبقى عايز ان احنا، يعني انا هبقى تحت امركم في اي وقت على التشانل. انت تايه، عايز تظبط حاجه، عايز ترص حاجه قبل حاجه، عايز نساعدك باي شكل ما بره الكورس وبره ان انت اشتركت معانا ولا لا، مساعده مننا. انا كأن اخوك الكبير، وانت كأنك عندك معرفه كسبتها النهارده بحد يعني شغال وفي مجال السوفت وير بقالي 6 سنين، من 2019 لحد 2025 بقالي 6 سنين في مجال السوفت وير. ويعني وان شاء الله نبقى لسه مكملين اكتر من كده، عم انتوا تتخرجوا هنبقى يعني بقى لنا بتاع 10 سنين كمان، هنبقى ناس قديمه يعني. فهتبقى يعني معرفه خير ما بيننا. خلي الشانل دي مفتوحه، وانا هبقى دايما يعني في اي وقت معاكم. اللي منكم عايز يرص فكره معينه في دماغه، عايز يتاكد من حاجه معينه، عايز ترشيح لاي ريسورسز، عايز ان هو بيختار تخصص ومحتار ما بين كذا حاجه، وعايز ان احنا حتى نخش مكالمه تليفونيه مع بعض نبقى بندسكاس ونتكلم في الكلام ده مع بعض، انا هبقى تحت امركم في اي وقت. اللي منكم بقى ان شاء الله حابب برضو ان هو يكمل معانا في تراك الاساسيات ويتخصص، احنا عندنا كورس هيبدا الجمعه الجايه. اللي منكم حابب ان هو يشترك مع الناس، يشترك معانا يعني ويبدا من الجمعه الجايه ان شاء الله. برضو ارقام السيلز هنحطها وهيبقى ليكم ديسكاونت كبير قوي، يعني عشان انتوا برضو يعني لسه طلبه، ففي ديسكاونت كبير وهيبقى سعر الكورس يعني حاجه بسيطه جدا 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 ان شاء الله ليكم. اللي منكم حابب ان هو يبدا ويخش معانا ونبدا من يوم الجمعه مع بعض ان شاء الله، ونتقابل اوفلاين ونقعد ونتكلم مع بعض بشكل بقى افضل، ويبقى بينا يعني مجال. برضه هبعت لكم الارقام، اتواصلوا مع السيلز وابداوا ان انتوا لو حابين تكملوا معانا في التخصص وفي الاساسيات ولا ايه، في كورس الاساسيات، يبقى انتوا ان شاء الله معانا.
واللي منكم يعني زي ما كده هيعتبروا ان اخوك كبير، اللي منكم ان شاء الله مش هيكمل معانا وناوي ان هو يذاكر مع نفسه او لسه شويه والكلام ده كله، الشانل الواتساب دي مفتوحه ما بيننا، في اي وقت كلمني هبقى معاكم تحت امركم في اي حاجه يعني. انا اسف لو طولت عليكم. لو انتوا عايزين تسالوا على اي حاجه وتستفسروا عنها قبل ما نقفل فانا معاكم يعني. حد عنده اسئله ولا الدنيا تمام؟ علي ومروان وعمرو، الدنيا تمام معاكم؟ طيب يا جماعه انا بشكركم جدا، ويعني يعني اتمنى ان انا اكون يعني كنت خفيف عليكم النهارده. وزي ما قلت لكم كده احنا الشانل واتساب مفتوحه، وان شاء الله يكون في بينا كوميونيكيشن اكتر واكتر واكتر، وربنا يوفقكم ان شاء الله في حياتكم وفي مجالكم وفي كاريركم اللي جاي، وتحققوا فعلا انتوا نفسكم فيه، وتوصلوا فعلا ان انتوا تبقوا يعني سواء مهندسين برمجيات او ايا كان الحاجه اللي انتوا هتعملوها تاني، ان شاء الله تنجحوا وتبقوا فيها ناس متفوقه باذن الله يعني. اتمنى ان ما حدش يتحرج، زي ما قلت لكم الشانل بتاع الواتساب مفتوحه، سواء انت هتتخصص سواء انت هتكمل معانا او هتبقى مش معانا وهتذاكر مع نفسك، الشانل دي مفتوحه. ويعني ان شاء الله لو انتوا حصل ما بيننا يعني كوميونيكيشن في اي وقت هتلاقوني معاكم على طول يعني. فانا بشكركم جدا، ويعني ان شاء الله يعني يكون في بينا نتقابل ويبقى في بينا كلام بعد كده تاني ان شاء الله يعني. فشكرا لكم يا جماعه. ماشي يا جماعه، شكرا، مع السلامه. مع السلامه.